مسا مني لكل الناس اللي بتتفرج على الحلقة. معاكم أنا حسام موسى، وده بودكاست جيل العتاولة. جيل العتاولة هنتكلم فيه عن الجيل اللي هو حببنا في الكورة، والجيل اللي عرفنا الدوري المصري بشكله الجديد، الجيل اللي كان مليان نجوم، جيل أبو تريكة وبركات زي ما بيتسمى. بس الحاجة دي زي ما كان ليها جانب كويس، زي ما كان ليها برضه جزء سيء. كان في لعيبة كتير جدًا، جدًا، جدًا مميزين أوي، واتظلموا في وسط النجوم الكتير اللي كانت موجودة لأن ما كانش عليهم سبوت إعلامي. ومعانا النهارده مهاجم زي ما بيقول الكتاب، مهاجم عارف شغلانته إيه بالضبط، شغلانته إنه يجيب جون. هو ده بالضبط شغلانة المهاجم. سيبك بقى من اللي بيقول لك أنا هاسقط عشان آخد المدافع معايا، ولازم أساعد زمايلي وأساعد الوينجات، كل الكلام ده جميل، ولكن أنت أساسك إنك تجيب جون. وهو ده بالضبط اللي كان بيعمله الكابتن إيهاب المصري، نجم نادي المقاولين ونجم النادي المصري. إزيك يا كابتن وأحلى مسا عليك. حبيبي يا حسام، سعيد جدا ان انا موجود معاك النهارده وبتشرف بوجودي معاك، ودايما موفق وان شاء الله تكون بدايه خير ليك ان شاء الله باذن الله، ودايما موفق وناجح كده ان شاء الله باذن الله. منورني والله يا كابتن. خليك، ده نورك يا حبيبي. خلينا نبدأ مع بعض بقى قعدة الفضفضة، اتفضل. ودي أول فقرة معانا. اكيد. أول سؤال هنسأله لك، أنت حاسس إنك اتظلمت وما خدتش حقك في الدوري المصري؟ بص انت، يعني الفكره عجباني جدا بتاعتك، واللي انت بتسلط الضوء على اللعيبه. الناس كتيره جدا اللي تابعت الفتره اللي هي من بدايه ال 2000 لحد 2014 اعتقد 2013. كان في لعيبه كتيره جدا في الدوري المصري متواجده، كانت عندها امكانيات كبيره جدا، كان عندها اداء فني الناس كلها كانت بتشيد بيها، لكن ما كانش في سوشيال ميديا زي ما موجوده دلوقتي، ما كانش في تسليط الضوء عليهم بشكل كبير جدا من الاعلام. كان الإعلام المتواجد في الفترة دي كان أهلي وزمالك بس، لأ، فيما عدا ذلك كان بيبقى صعب جدًا، جدًا اللي أنت تلاقي لعيب خارج الأهلي والزمالك الناس بتعرفه، الناس كل بتسلّط الضوء فرقة يا عليه. كابتن كان فيها 3 و4 لعيبة لو موجودين دلوقتي يكسروا الدنيا. أكيد، أكيد، ما أنا عشان كده باقول لك بالنسبة لي، أنا باحس دلوقتي في الفترة اللي أنا فيها إن الواحد لمّا بيقابل الناس في الشارع أو بيروح لأي مكان والناس تعرفه، ده بيبقى نجاح كبير جدًا. ليه؟ لإن زي ما أنت كنت بتتكلم إن الفترة أو اللي إحنا قُلنا عليها ما كانش في تسليط الضوء بشكل كبير جدًا على الأندية التانية باستثناء الأهلي والزمالك. كانت المباريات حتى المذاعة ما كانتش بتبقى إلا للأهلي والزمالك، لكن دلوقتي المباريات كلها مذاعة. كان في كل فرقة تلاقي لعيب و2 و3 أسماء كبيرة جدًا، أسماء رنانة، أسماء ليها شأنها جدًا كبير جدًا في الكرة المصرية. لو موجودة دلوقتي هتاخد أرقام بالملايين، هتبقى متواجدة في منتخب مصر، هتبقى متواجدة في أكبر الأندية، لإن هي كانت quality عالي جدًا. كانت الإمكانيات الفنية كانت مختلفة تمامًا، تمامًا عن دلوقتي، حتى في الناشئين، حتى في المنتخبات الشباب والناشئين والأولمبي والمنتخب الأول، كانت كلها خلّي تعاون الناشئين دي مختلف. بقى قصة تانية لسه قصة تانية. هنتكلم عليها، بس بس الإجابة القاطعة إن كابتن إيهاب المصري حس إن هو فعلًا اتظلم. بُص، يعني أولًا أنا راضي جدًا على المسيرة بتاعتي زي ما قُلت لك، ومشوار كان كبير جدًا، وأنا راضي عن المشوار كلّه، لكن في ظلم بيقع على اللاعب اللي ما بيلعبش أهلي وزمالك بعد ما يبطّل، ودي أنا حسيتها، لإن زي ما قُلت لك لاعب الأهلي والزمالك دي بتفرق كبير جدًا، جدًا بعد ما تبطّل. لاعب الأهلي السابق أو لاعب الزمالك السابق لمّا بيتكتب تحت اسمك بعد في أي لقاء تلفزيوني أو في أي برنامج بيفرق معاك كتير جدًا. اللاعب اللي ما لعبش أهلي وزمالك بيبقى محتاج بعد ما يبطّل، محتاج يعمل مجهود مضاعف عشان يثبت للناس اللي هو كُفء وعنده الإمكانية اللي هو يبقى موجود في استوديوهات تحليلية، موجود في ملعب عشان يبقى مدرب على قدر كبير من الكفاءة، فبيحتاج يعمل مجهود وبتبذل مجهود كبير جدًا، عكس لمّا تكون لاعب الأهلي أو الزمالك بتلاقي الأمور يعني في مساعدات شوية بتحصل لك، بتوفّر عليك حاجات كتير جدًا ما دام أنت صحيح لاعب الظهير الأهلي أو الزمالك. الجماهيري بيفرق جدًا مع بيفرق اللعيب. بشكل كبير جدًا، بيبقى معاك social media في ضهرك جماهير كبيرة جدًا وعريضة، لكن الحمد لله يمكن الواحد برضه لحق شوية، اللي هو لعب في النادي المصري، فبتلاقي بعض من الأوقات جمهور النادي المصري بيسندك وبيدعمك في بعض من الأوقات. يعني الجمهور على السوشيال ميديا بيدعمك لإن هو بيشوفك اللي أنت بتقدّم حاجة فيها حيادية بشكل كبير. فالحمد لله كان في ما خدناش الحظ كلّه في الكورة، ده مش كل واحد هياخد كل حاجة في حياته، لكن ربنا بيعوّض بعد كده إن شاء الله بإذن الله فيما بعد الكورة. طيب ولو كنت أنت موجود دلوقتي بالإمكانيات اللي كانت عندك زمان، كنت ممكن تلعب فين وكنت ممكن تاخد كام؟ السؤال ده بُص يعني أنا باشوفه مش على إيهاب بس، على كل مهاجمي الجيل ده.
يعني وباخُص كمان يعني الفترة اللي هي ما بين 2006 و2010 كان فيها مهاجمين كبار جدًا، ومهاجمين مميزين جدًا، في أحمد عبد الغني في حرس حدود، أحمد سلامة، أحمد رؤوف، أحمد عبد الظاهر، كان في كمان صلاح صلاح أمين. أمين طبعًا من المهاجمين الكبار جدًا، كان في رامي ربيعة، رضا الويشي في المقاولين كانوا جايين من النادي الأهلي كمان، كان في أحمد جلال لعب في النادي المصري والمقاولين برضه صحيح. ففي بُص هتلاقي لو قعدنا حسام أسامة برضه كان ناشئين نادي الزمالك ولعب منتخبات وبعد وهاني كده العجيزي. وهاني العجيزي، كان في أسامي كبيرة جدًا، لكن أنا باكلمك على محمد محسن أبو جريشة في النادي الإسماعيلي كان من المهاجمين المميزين جدًا، كابتن مجدي عبد العاطي كان من المهاجمين المميزين، كابتن عبد الحميد حسن، بُص هتقعد تلاقي أسامي كتيرة جدًا صحيح. وأسامي كل واحد فيهم فرقة، كل واحد فيهم كان بيطلع في الموسم ده خلّي بالك كانت عدد الفرق كانت قليلة جدًا، يعني ما كانش زي دلوقتي كان الدوري كان قليل مش كبير، فكنت هتلاقي لأ، كل واحد بيجيب له أهداف، كل موسم بيطلع يجيب له مش هدفين 3 بنقول عليه هداف، لأ أنت بتلاقي 10 أهداف كل موسم عنده استمرارية لكن دلوقتي باشوف إن في لعيب ممكن يجيب جونين و3 في ماتش مثلًا، يوفّق النهارده موفّق ويجيب جونين، ممكن يقعد على الجونين دُولة 6، 7 أسابيع ما يجيبش أجوان، صحيح. لكن بعد الجونين تقول إيه، ده لازم يلعب أهلي وزمالك، ده لازم يروح منتخب مصر. طَب يا جماعة ده جونين في ماتش، لكن هو الموسم اللي فات أرقامه إيه، بقية الموسم أرقامه إيه، الموسم اللي بعده أرقامه إيه، صح. ناس في أوروبا ما بتقيّمش على ماتش، هي بتقيّم على مواسم، موسم و2 و3 إحنا عندنا هنا الإعلام دلوقتي أو السوشيال ميديا بقت بتقيّم بماتش، لو لعيب عمل ماتش كويس أوي أو جاب جون في ماتش، ده مهاجم المصري الأول. الجماهير ترفعه وتقول ده المهاجم اللي ما فيش منه اتنين، ده مهاجم مصر الأول. بالضبط، لكن أنت لو قعدت تتابع وتركّز، لأ أنت ممكن تلاقيه يقعد بال10 ماتشات ما بيجيبش جون، ما بيشوطش كورة على الجون أصلًا، تحرُّكه غلط، فالناس تقول لك طب هو جايب جونين من فترة، ده كان يستحق، وتلاقي بعد أسبوعين 3 بقى بعد 10 جاب لك جون، يروح عامل إعادة للpost اللي هو كان كاتبه يقول لك صحيح. شُفت وجهة نظري في محلها، طب يا جماعة ده هو ما جابش 3، 4 أجوان على بعضها برضه. أنت برضه هربت مني من السؤال، إمم. لو أنت كنت موجود دلوقتي. لأ، ما أنا قُلت لك لا، ما باهربش على فكرة، لا، لأ، دي حقيقة عشان في ناس كانت تستحق في الجيل ده، والحمد لله الواحد كان من ضمن الناس دي، لكن كجيل مهاجمين وجيل الأسامي اللي أنا ذكرتهم، أعتقد كان يعني لأ، أرقامهم كانت هتبقى عالية جدًا، كان هتلاقي منافسة شرسة من كل الأندية وأندية القمة على كل المهاجمين اللي أنا ذكرت أساميهم دُولة، لإن هم فعلًا كانوا مهاجمين محترمين، كانوا على قدر كبير جدًا من الكفاءة وعندهم إمكانيات فنية رائعة جدًا، والحِس التهديفي بتاعهم كان عالي جدًا، ودي كنا بنفتقدها دلوقتي أو بنفتقدها دلوقتي إن أنت من نُص فرصة تجيب جون، أنت زمان كنا دي بنشوف حقيقة. متعب بيعمل إيه، بنشوف عمرو زكي، وعلى بنشوف فكرة في ناس كتير بتشبّه أسلوبك وطريقة لعبك بعماد متعب، إن من نُص فرصة ممكن تخلّص، الكورة يعني أنت ممكن تخدع المدافع في لحظة، المدافع يسرح، أنت في اللحظة دي أنت عارف إنك هتجيب فيها جون. بُص أنا يمكن أنا كنت باحب متعب جدًا، يعني أنا باشوفه من المهاجمين الكبار جدًا في الكورة المصرية، متحرك تحس اللي هو آآ يعني من أنصار الفُرَص زي ما بتقول أهدافه ممتعة، يعني أنا يعني وبيحب يلعب كورة مع المهاجم اللي جنبه، وده أنا كنت كده، يعني أنا كنت باحب دايمًا ألعب مع الforward اللي جنبي أو ألعب مع المهاجم، أشتغل مع الأجنحة، أشتغل مع نُص الملعب، فدايمًا يعني كان دايمًا حتى رامي عادل بعد أمّا راح النادي الأهلي، رامي عادل كابتن نادي المقاولين العرب، إمم. بعد أمّا راح النادي الأهلي ورجع، جه لي في مرّة في تمرين أنا فاكر قال لي: "يعني أنت حتى في جريتك أنت في جريتك بقيت بتحاول دلوقتي بت ب في style منّك يعني أو شبه منّه كتير أوي في الجارية." دي حقيقة. المسافة خلّي بالك أو السنتين 3 بيني وبين كابتن عماد متعب مش كبيرة، لكن هو من المهاجمين اللي أنا كنت باحب أتفرّج عليهم، كنت باحب أتابعهم بشكل كويس جدًا، لإن هو كان مهاجم من يعني أنا باشوفه مهاجم مختلف. طب وإيه رأيك بقى في الحدوتة اللي بتقول لك أصل المهاجم دلوقتي بيعمل مهام تانية في الملعب وينزل مع خط النُص والمهاجم ويساعد المحطة هو شغلانته المفروض يجيب جون صح والّا أنا فاهم غلط؟ هو المهاجم مهاجم، المهاجم عشان يجيب جون، لكن في أوقات ما هو ليك أدوار تانية، لكن المهمة الأساسية والدور الرئيسي ليك إن أنت صحيح. تجيب جون. لكن في أدوار تانية اللي أنت تفضّي المساحة للي جاي من الخلف زي ما بنقول قادمون من الخلف، الأجنحة بتاعتك اللي بتخش إزاي، أنت بتتحرك إزاي، بيسندوا عليك، بيطلعوا عليك، لكن في الأول وفي الآخر أنا لازم أجيب جون، بالضبط، يعني أنت شغلانتك الأساسية أنت صنعتك إنك تجيب جون. ده رقم 1 ورقم 2 عندي الأدوار التانية، لكن الأولوية لازم تكون للمهاجم صحيح. طالع يحسب لنفسه، أنا كنت باطلع أحاسب نفسي، كنت أطلع يمكن يعني كنت باتكلم مع الولاد من يومين 3 في الفرقة كده بنتكلم، لمّا نيجي لوقتها برضه هنتكلم أكتر فيها.
لأ، ذاكر، أنا كنت باذاكر زمان، أقعد أشوف هالاعب الماتش الجاي مين، أنا إمم. كمهاجم والمدافع اللي عندي مين الماتش أهو الجاي. ده بقى اللي كنت هاسأله لك دلوقتي، الحدوتة دي أنت مثلًا قبل الماتش بتجهّز له إزاي؟ أنت عارف إن في مدافع، ده مدافع غِلِس، هيغلِّس عليَّ النهارده، مين هو المدافع ده؟ وكنت أنت بتفكّر مع نَفْسك بتقول إيه؟ بُص، أنا كنت يعني زي ما باقول لك كنت باحضّر للماتش بتاعي، أشوف مين المدافع اللي هاشتغل عليه بُكرة في أي نادي، يعني أيًا كان النادي اللي أنا هالاعبه كنت باحاول أركّز مع المدافع ده، أتفرّج على الماتش بتاعه، لإن عشان تتفرّج عليه تاني كان بيبقى صعب، لكن تتفرّج على الماتش وتشوف المميزات اللي عنده وتشوف العيوب اللي عنده إيه. دايمًا أنا كنت باحاول أبعد عن الالتحامات البدنية، كنت باحاول أشغّل مُخّي أكتر إمم. من القوة البدنية، لإن أنا ما كنتش يعني من اللعيبة الأقويا بدنيًا، لكن كان عندي مُخ باشغّله أكتر، فده عشان كده كنت باحب ألعب دايمًا على المدافعين الأقويا، لإن هو دايمًا بيحاول يشتغل بقوة أكتر، آه، فلمّا وخبط هتشغّل وترزيع وضرب وكده. فلمّا هتشغّل مُخّك معاه، فأنت هتلاقي نَفْسك أنت الغلبة ليك والأفضلية ليك. لكن أنا باشوف إن كابتن وائل جمعة من المدافعين الأقويا جدًا، 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 اللي الواحد كان بيعمل لهم ألف حساب. كان في كمان كان في كتير والله، كان في كابتن معتصم سالم طبعًا في الإسماعيلي من المدافعين المميزين، كابتن بشير التبعي في نادي الزمالك، وكابتن كمان محمود فتح الله، كان في محمود سمنة وكوندي في بتروجيت. لأ كان في يعني مدافعين كتير الواحد كان بيعمل لهم حساب، لكن كابتن وائل جمعة طبعًا كان من المدافعين الأقويا جدًا اللي الواحد كان بيعمل ألف حساب ليهم أكيد. طب والمدافع بقى اللي بتعمل له حساب، بس مش عشان هو مدافع جامد، عشان مدافع بيضرب كتير أوي، يعني بتخرج من الماتش أكنك خارج من خناقة. لأ دي الماتشات اللي ما كانتش بتتذاع بقى يعني عارف أنت بعيد عن الأهلي والزمالك كنت مثلًا المقاولين بيلاعب بترول أسيوط، المقاولين بيلاعب المنصورة، المقاولين بيلاعب المحلة. لأ كان في يعني دايمًا بُص، دي حلاوة الكورة، أنا كنت باشوف إن دايمًا حلاوة الكورة الاحتكاكات دي والمناوشات اللي كانت بتحصل بين المهاجم والمدافع، الباك يمين مع الجناح بتاعه، دي كانت هي مناوشات الكورة. فأنا لأ بالعكس كنت باستمتع دايمًا اللي أنا ألاقي في يعني مشاحنات بتحصل، لكن ما بتخرجش عن خارج الإطار اللي ليها هو limit برضه. هي يعني الكورة ليها سقف. وكل واحد عايز يكسب وعارف هو بيحاول يخرّجك عن شعورك وبيحاول يستفزك، لكن أنا كنت دايمًا عارف استفزازي للمدافع اللي معايا اللي أنا أجيب جون. بالضبط. كان دايمًا تركيزي ماشي ضايقني، اقعد اعمل اللي أنت عايزه، لكن الهدف الرئيسي بتاعي اللي أنا أجيب فيه الجون. أنا بالنسبة لي ده كده نجاح، أنت إمم. اقعد اعمل اللي أنت عايزه، لكن النجاح بتاعي اللي أنا أركّز هدفي الأول والأخير إن أنا أركّز في الملعب، لإن هو لو قدر يخرجني برّه تركيزي على الملعب خلاص، لو الجون فاضي والكورة جات لي مش هاحطها. ما فيش موقف كده حصل مع مدافع كده فضل يرازيك ويخبط فيك كده، وأنت عملت معاه أي لقطة وضحكت عليه في الآخر وجبتها جون؟ لأ كان ممكن يعني بُص كان دايمًا كريم ذكري مثلًا، كريم أوكي. ذكري لإن كريم ذكري صاحبي. إمم. وطالعين مع بعض من منتخبات الناشئين والشباب والأولمبي فاهم، فكنا ولعبنا مع بعض في النادي كان المصري. مترين كريم ذكري ده. ف فب م وكان يعني بلغة الكورة رخم، وكان أي كورة عالية كريم كان مميز جدًا، فأنا كنت أحاول أشتغل مثلًا إيه، يعني لمّا أتكلم مع اللعيبة اللي في نُص الملعب أو الباكات عشان حطّوا لي ما دام بالعب على كريم حطّوا لي في المساحة دي، أعمل لهم كده، آه. اشتغلوا معايا هنا، اشتغل معايا على الأرض، لإن أنا عارف كل واحد عارف إمكانياته، المدافع اللي معاك بيجيد الكورة العالية، فمش هتحط لي كل كورة عالية كريم هيطلع يتصايد عليَّ. فلأ، اشتغل كده. فكريم بقى عارف قصص من أيام الناشئين والشباب والمعسكرات في أيام المنتخب، كان بيحاول يخرّجك برّه تركيزك، بس أنا كنت على قد ما أقدر مع كريم ذكري بالذات، لإن زي ما قُلت لك هو كان عارف حواديت وقصص من أيام منتخب الناشئين والشباب، بس كان في كامل التركيز بتاعي. ويمكن تفوّقت في كتير، يمكن كان أهمها مباراة المصري المقاولين في كاس مصر 3-2 في بورسعيد، ويمكن دي كانت آخر مباراة ليّا مع المقاولين في بورسعيد. وبعد كده الموسم اللي بعده انتقلت للنادي المصري، فيمكن أحرزت هدف مبكر، وكان اتسببت كمان في ركلة جزاء في الدقيقة 92 وكانت هي هدف الفوز لنادي المقاولين العرب في المباراة دي. كانت مباراة يعني خلّي بالك من المباريات اللي جمهور بورسعيد نفسه مش قادر ينساها بما لحد إننا دلوقتي. بقى بنتكلم على الماتشات الحلوة، الدوري المصري زمان كان أمتع، وزمان ده أنا مش باتكلم في 50 سنة فاتت، يعني باتكلم على الفترة بتاع الجيل العتاولة، كان الدوري أمتع والّا دلوقتي في متعة والّا إيه اللي حصل بالضبط؟ المتعة في الجماهير، والجماهير كانت موجودة زمان، فدلوقتي طبعًا الدنيا بتختلف وفي تطور كبير جدًا، لكن أنا مش هاشوف أمتع من الدوري الجماهيري اللي إحنا كنا عايشينه في وقت من الأوقات، اللي أنا يعني الحمد لله حضرته لعبت في المنصورة، لعبت في المصري، في بورسعيد، لعبت في إسكندرية قدّام جمهور الاتحاد، رُحت المحلة، رُحت طنطا.
رُحت أسيوط، رُحت أسوان، فلأ كانت هي دي المتعة، اللي أنت تروح المحلة وجماهير المحلة تتضايق منّك وتقعد تهاجمك أثناء المباراة، ده كان بيبقى بالنسبة لي متعة خلّي بالك. ودافع إنك بالضبط، علّقها هي أجيب مش جول متعة دلوقتي اللي أنت بتستفزهم لأ، هو جاي عارف قيمتك، عارف إن إيهاب صحيح. المصري لعيب كويس، فلمّا هو بيحاول يضغط عليك وأنت في نفس الوقت عارف تبقى فرحان جدًا، أنا رايح بورسعيد، أنا رايح المحلة، أنا رايح إسكندرية في وسط جماهير بتبقى رايح مستمتع، مستني اليوم ده. بس دلوقتي يا كابتن بقى في جماهير برضه، وبرضه مستوى الأداء كُلّه شعلقة وارفع الكورة بُص، لفوق وخلاص. لأ خلّينا متفقين، جماهير زمان غير جماهير دلوقتي، جماهير زمان حاجة تانية خالص، الجماهير دلوقتي ليهم كل الاحترام والتقدير، لكن برضه العدد، أنت كنت بتروح المصري يعني أنا لمّا رُحت النادي المصري، لأ الجمهور كان في التمرين بيحضر زي الماتشات دلوقتي، يعني العدد اللي إمم. بيحضر في الماتشات دلوقتي أنا كان بيحضر لي في تمرين النادي المصري في بورسعيد، كان بيحضر لجمهور كان بيحضر في تمرين النادي الأهلي، في نادي الزمالك، نادي الإسماعيلي، صح. أنت لمّا بتروح لأ، أنا باقول لك كنت باقعد هالاعب الإسماعيلي في إسماعيلية، لأ ده بالنسبة لي عيد، صحيح. جمهور النادي الإسماعيلي ده أنا عايزه يتفرّج على إيهاب المصري، عايزه يتفرّج على لعيب اسمه إيهاب المصري. المحلة نفس الكلام، بورسعيد نفس الكلام، فكانت متعة، متعة ليك أنت كلعيب وتحدي خاص اللي أنت الناس دي كلها تطلع بعد الماتش تسقّف لك. بس تفتكر يا كابتن الموضوع جمهور بس؟ يعني الquality ما فرقش في حاجة quality اللعيبة؟ هاقول لك، لأ فرق كتير لإن قطاعات الناشئين ما بقتش بتفرز وبتطلّع زي الأول، يعني أنت دلوقتي هتلاقي الأجيال اللي أنا كلمتك فيها كانت كلّها يعني متعب مثلًا، عمرو زكي، كُلّه ناشئين، كلّه كُلّه ناشئين، كُلّه يعني كُلّه كُلّه متعب كان طالع أيوه ناشئين بالضبط، الأهلي، وبيكمّل مع عمرو الأهلي أيوه زكي مضبوط. ناشئين منصورة، لو قعدت تدوّر هتلاقي كلّه كان جاي من ناشئين أندية. صحيح. زمان المنصورة والمحلة دُولة كانوا من قطاعات الناشئين الأقوياء جدًا، جدًا، صح. جدًا خلّي بالك، كان بيطلّعوا لعيبة مميزة جدًا، كنت دايمًا بتلاقي في منتخب الناشئين والشباب والأولمبي عندك ذخيرة كبيرة جدًا من اللاعبين جاية من المنصورة، جاية من المحلة، جاية من كنت بتلاقي كده، لكن دلوقتي ما فيش الكلام ده، وخلّي بالك فترة الإخفاق بتاعتنا وابتعادنا عن بطولات كمنتخب أول، هي اللي ما كانش عندنا تسلسل جيد جدًا أو متميز في المنتخبات. طَب إيه بقى الحدوتة بقى فهّمني واحدة، واحدة، يعني ليه الفرق الquality الرهيب ده؟ يعني إحنا كُنّا هنا، بقينا هنا، مش التأسيس، كده. التأسيس، ما أنا هاقول لك 2006 إحنا خدنا بطولة أفريقيا صح؟ مضبوط. كان الجيل اللي بيلعب مين؟ كان متواجد في المنتخب ده عمرو زكي، مضبوط. متعب، عماد طبعًا متعب، مع احترام وحفظ الألقاب ليهم كباتن كبار جدًا، ميدو، عبد وأحمد الحليم علي. لأ أنا باكلمك على أحمد فتحي، حسني تتكلّم على الجيل بتاع الناشئين اللي كمّل ووصل منتخب كبير. بالضبط، هتلاقي التسلسل الطبيعي اللي حصل، كان عندك منتخب ناشئين قوي مع كابتن حسن شحاتة، خد البطولة أو اتصعد مع بعضه، طلع منتخب شباب، صحيح. الجيل ده، بعد كده الجيل ده يعني عملت دمج بينه وبين جيل الكبار بقى، اللي هو وكان كابتن في أحمد حسني عبد حسن، ربه برضه الجيل ده. ما أنا باقول لك إمم. الجيل ده، وبعد كده عملته دمج بينه وبين الجيل بتاع العمالقة وجيل العتاولة اللي بجد بقى وجيل اللعيبة الكبيرة، كابتن أحمد حسن وأبو تريكة، الحضري، وائل جمعة، كباتن كبار جدًا، 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 صحيح. فلمّا حصل الدمج ده أنت لقيت يعني لقيت الفترة الذهبية والعصر الذهبي للكرة المصرية، عشان حصل تطوّر وحصل التدرج التدريجة دي. الطبيعي، حلو. للكورة، لكن دلوقتي تعالَ نشوف، إحنا بقى لنا فترة كبيرة جدًا ما كانش عندنا منتخب ناشئين بيوصل في بطولة أفريقيا، ما كانش عندنا منتخب ناشئين بيوصل لكأس العالم، نفس القصة بمنتخب الشباب، نفس القصة بمنتخب الأولمبي. ده ليه بقى؟ هل اللعيبة إحنا خلاص ما بقاش عندنا مواهب، والّا إحنا المشكلة في المدربين، والّا المشكلة في الملاعب، والّا المشكلة فينا إحنا كجمهور، والّا المشكلة في مين؟ لأ، لأ هاقول لك، أهم مرحلة عشان تبني عمارة لازم يكون عندك أساس كويس. صح. صح؟ فأنت دلوقتي لمّا بتيجي تعمل في البراعم أنت في كيروش أعتقد الفترة اللي مسك فيها قال لك في لعيبة في المنتخب الأول ما بتعرفش تستلم وعندها التسليم والتسلم فيه دي مشكلة، كارثة. ليه؟ اللعيب بقى عامل زي المكنة، بياخد الكرة يباصيها لأقرب لعيب جنبه. ما أنا مش هاجي أعلّم لعيب عنده 24 سنة بيلعب منتخب مصر الأول على المستوى الاحترافي وبيلعب في نادي كبير محترف، هاجي أعلّمه إزاي يستلم فأنا باكلمك في القاعدة الأول، في الأساس، لمّا أنت تنزّل لأ هات مدرب كبير واسم كبير مسّكه في مرحلة البراعم، بس إحنا عندنا مشكلة أكبر، إن العائد أو المرتب اللي بيتقاضاه المدربين في البراعم أو الناشئين ما بقاش في gap كبير جدًا. صحيح. فالمدرب ما بقاش بيركّز، بيبقى عايز يطلع من هنا، يطلع على أكاديمية، يطلع على نادي تاني، وتلاقي المدرب شغال في نادي و2 وأكاديمية وبيشتغل private عشان عايز اللعيبة يعيش، هينساها أصلًا ومش هيركّز معاها. لكن ما بيركّزش أنا دخلت نادي المقاولين العرب 96 اللي اختبرني
كان قيمتين كبار جدًا وقامات كبيرة جدًا في نادي المقاولين العرب، وكانوا أبطال أفريقيا وأبطال دوري، كابتن نبيل إبراهيم وكابتن زمزم رحمة الله عليه. بعد كده مسكني مدرب كابتن علي شحاتة، كابتن أحمد كمونة، كابتن مجدي مصطفى، الأسامي دي تاريخية في نادي المقاولين العرب، كابتن زيزو كان لعيب كبير، كابتن سعيد الشيني رحمة الله عليه، كابتن محسن هاشم. أنا باكلمك في أسامي تاريخية وأسامي كبيرة جدًا، وكانوا لعيبة مثلوا منتخبات، لعيبة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا في الوقت اللي أنا دخلت فيه نادي المقاولين. فأنا عارف قيمة الراجل اللي موجود ده، والراجل ده عارف قيمة المكان، وعارف يطلّع إزاي قاعدة ناشئين محترمة. فدايمًا كنت تلاقي نادي المقاولين بالأخص في الفترة بتاعتنا إمم. دي، دايمًا القايمة بتاعته في الفريق الأول كنت هتلاقي 1 و2 و3 و4، كنت هتلاقي من أكتر الأندية في مصر كان عنده في القايمة بتاعته كل موسم بتلاقي 3، 4 ناشئين، 3، صحيح، 4 من ولاد النادي. المقاولين العرب حقق إنجازاته كلها بولاد ناديه، صحيح. باللعيبة اللي كانت موجودة، كابتن عوضة، كابتن عقباوي، كابتن عبد الغني، أحمد حسام، فاهم؟ هاجيب لك عناصر كتيرة بس جدًا. هو المدرب زمان كان بيختبر فعلًا، دلوقتي أيوه، الاختبارات لو دخلت فيها وشُفت أي نادي مهمًا كان اسمه، مش كله. هتلاقي الناس أصلًا المدربين عمّالين بيهزروا مع بعض برّه والتقسيمة شغالة، طَب معاك، أنت شُفت مين؟ معاك بيحصل الكلام ده، وفي ناس يعني أنا عِشت اختبارات، وفي ناس وفي ولي أمر بيخلّص على ابنه. إزاي؟ يعني هاقول لك مثال، الموسم اللي فات في الاختبارات في النادي اللي أنا يعني أنا شغّال اختبارات عادي جدًا، أنا واقف، يعني أنا واقف ومتابع، والشمس عادي جدًا، أنا واقف باتفرّج، ما هو كل واحد، أنا عندي ابن بيلعب كورة على فكرة، إمم. اللي أنا عايزه ما يتعملش مع ابني، لأ طبعًا. واللي ما اتعملش إمم. معايا، ما طَب أنا ليه أعمله يعني أنا عايز اللي اتعمل معايا اللي يتعمل مع ابني توصّل نفس أعمله مع الرسالة. الناس، إمم. أراعي ربنا، أدّي له حقّه، أكون مركّز، ما أظلمش حد. في ولد أنا شايفه كويس، لأ، أنا شايفه كويس، بس الولد لأ، في مشكلة، الولد خايف، فرُحت جايب الولد، في إيه؟ خدته كده على جنب، طلّعته من التمرين من الت معلش تعالَ يا كابتن، وفي كابتن وقف وأنا جِبت الولد، في إيه؟ يقول لي إيه؟ يقول لي: "أنا بابا بيزعّق لي." إمم. رُحت موقّف وقّفت الاختبارات، رُحت قُلت له: "فين بابا؟" قُلت له: "لو حضرتك زعّقت تاني معلش هاقول لك خُده وامشي، أو هاطلّعك أنت برّه." فالولد خدنا في حضننا واحتويناه، نزل يشتغل، عمل باصتين 3 كويس، طبيعي جدًا بدأ يشتغل بدأ ويطلّع اللي يتنفّس عنده. بقى، شال من عنده التوتر وبدأ يتنفّس. رجع تاني بعديها غلط، طبيعي ده ولد صغير عنده صحيح. 8 سنين، 9 سنين، راح والده زعّق فالولد عيّط. فكنا فاهم، أنا ضغط باوصّل لك نفسي برضه، كبير طبعًا. بافكّر لك يعني العقليات اختلفت بين ولي الأمر وولي الأمر دلوقتي وولي الأمر طَب زمان. أرجع وأقول لك إن ده ولي أمر وفي الآخر هو مش فاهم يعني ما عندوش أوي الخبرة. إيه رأيك بقى في المدربين اللي تلاقيه واقف على الخط مع براعم وناشئين صغيرين ويقعد يزعّق وكل يعني اللعيب اللي يعمل باصة غلط عايز يعمل باصة creative شوية يقول له لأ، ويزعّق له ويقف له على الخط يعني وممكن كمان يبقى فيها تطاول شوية. لأ، لأ، بُص، المفروض اللي لعب عارف، يعني اللي لعب لمّا ييجي يقف على الخط هو عارف إمتى هيزعّق وأنت هتتقبّل منّي. ما هو في أسلوب، أنا ممكن أزعّق لك وهاوبّخك كلعيب، بس أنت اللعيب متقبّل منّي دي وعارف إن كابتن إيهاب هو خايف عليّا، لكن ما فيش تطاول، ما ينفعش أمِد إيدي، ما ينفعش في البراعم كمان، ما ينفعش لأ، أوتّر، ده بالعكس أنا لازم أخلّي الولد جاي التمرين حابب التمرين، صحيح. لازم الولد يكون مبسوط ومستمتع وهو جاي لي، حتى اللي عنده 20 سَنة. ما ينفعش تعامله وِحِش، بالعكس لإن المراحل مختلفة، فالتعامل مختلف مع كل مرحلة. أنا مرّيت بكل المراحل خلّي بالك، مراحل الناشئين كتعامل مع اللعيبة، يعني اشتغلت مدير فني ل10 سنين و11 سنة، والتعامل مختلف، وكنت باحاول أعمل لهم كل تمرين حافز، وكل تمرين كنت باختار من الناس اللي خلّي بالك ما كانتش بتلعب، كنت باعمل جوايز كل تمرين، باحاول أدّي مكافآت للناس اللي بتلعب عن عمد خلّي بالك، يعني أنا كنت باقصد كده، حتى لو الولد اللي بيلعب شغال كويس، لأ أنا كنت باروح للي ما بيلعبش ويتمرّن كويس أروح مطلّع له مكافأة، فاهم؟ كل تمرين كنت أنا باعمل ساعات كده. باتخيّل كده إن هو لو في بدري اللي هو بتاع برشلونة، لو موجود هنا في مصر وفي قطاع الناشئين أحد الفرق اللي موجودة في مصر يعني، هيمشي تاني يوم. ليه؟ لإن هو بياخد الكورة وعايز يلِف ويفتح مساحة ويبُص على المساحة، ده عندنا لأ، باصي بسرعة، باصي بسرعة، إزاي طيب؟ ما هي الفرق بين مدير فني ومدير فني، أو مدرب أو جهاز وجهاز. أنت في مرحلة البراعم والناشئين لازم الولد يعني تدّي له، يخلّيه يُبدع، خلّيه يطلّع اللي هو ع ع ال كل اللي عنده،
خلّيه اعمل اللي أنت عايزه، استمتع وأنت بتلعب، أنت جاي الكورة دي لعبة أنت بتحبها، حاجة أنت بتحبها، تعالَ استمتع وأنت بتتمرّن، تعالَ استمتع وأنت بتشتغل، اغلط مش مشكلة، أنا دوري كمدير فني وكجهاز اللي أنت تغلط مرّة و2 و20 و100 وأنا دوري اللي أنا أصحّح لك كل مرّة، مش عيب، أنا باتقاضى أجر وموجود، أنا اسمي مدرب أو مدير فني عشان أعلّمك وأطوّر من أدائك وأشتغل معاك، لازم المدير الفني يبقى عنده طولة بال، لازم يستحمل. إحنا عندنا مشكلة دلوقتي، إحنا بنقول على اللي عنده 22 سنة و23 سنة بنقول عليه لسه ناشئ، ناشئ، لأ ناشئ إيه يا جماعة، إحنا لعبنا الجيل بقى اللي أنت اتكلمت عليه والجيل اللي إمم، هتاخده، إحنا لعبنا 17 سنة. بالضبط هي دي بقى. ليه؟ إن الوضع وكنا نقدر نشيل مسؤولية، وكنا بنتحمّل المسؤولية، الشخصية اللي مش موجودة عند الولد اللي هو بيفقد الشغف لمّا بيلاقي نَفْسه بيعدّي 17 سَنة وبيلاقي نَفْسه مش موجود، صح. بيلاقي نَفْسه مش موجود في الفريق الأول بتاعه، بيلاقي نَفْسه ما حدّش بيبُص له، لأ، لازم أنا أخلق لنَفْسي دوافع، مش مشكلة ممكن أمشي من النادي، يعني ممكن أمشي من النادي صحيح. ممكن أمشي من الأهلي، من الزمالك، من بيراميدز، إيه المشكلة؟ حتى لو هانزل درجة تانية أو درجة أقل، ما تنزل. لكن أنت شغلك وارجع اثبت باجتهادك، نَفْسك صح. إيه المشكلة؟ هتلاقي نفسك أنت اللي بتجبر الناس اللي هي ترجّعك تاني، فده الطبيعي، أنت ما تيأسش، فده اللي الواحد دلوقتي أنا عِشت التجارب دي، فباحاول أنقلها للولد، اللي هو إيه المشكلة لو ما طلعتش فريق أول دلوقتي؟ وعلى ذكر ده، يعني خلّيني برضه إيه، أشيد باللي أنتم عاملينه مع بيراميدز. تمام، بيراميدز وهو بيلعب مع كاس الرابطة، وكان آخر مباراة قدّام حرس الحدود، وخلاص مباراة حاسمة لو بيراميدز خسر هيخرج برّه البطولة، ورغم ده أنتم صممتوا إنكم تلعبوا بفريق 2005 وصممتوا إنكم تلعبوا بطريقتكم، أنتم مش هتلعبوا ونشتت عشان نكسب، لأ إحنا عايزين نلعب كورة ونبدأ من تحت، شغل الكورة الأوروبية بالضبط، ومش بابالغ على فكرة، يمكن اللي اتفرج على الماتش هيبقى عارف كويس اللي أنا باتكلم عليه. إحنا إزاي أصلًا يعني القطاعات بتاعة الناشئين في الأندية الكبيرة ما بتلعبش بالسيستم ده، إن هو يبني الكورة من تحت ويلعب كورة أوروبية، الكلام ده ما بقاش موجود دلوقتي، الكلام ده بقى لازم القطاع الناشئين بتاعي يكسب، وفريق 2005 واخد بطولة الجمهورية، فريق 2006 مش عارف عمل إيه، يا فرحتي بالبطولة اللي أنت خدتها وأنت ما طلعتليش ناشئ واحد يلعب في الدوري الممتاز. بالضبط، النقطة دي طبعًا أنا باحييك الأول على الفيديو اللي أنت عملته وشكرت وأثنيت على أداء الفرقة، أنا ما كنتش على فكرة يمكن دي حقيقة برضه كانت صدفة بحتة والله. صدفة بحتة جدًا يا جماعة والله العظيم أنا يعني هي اللقاء مش مترتب أو مرتب اللي إحنا هو بيتكلم على الفرقة وأنا جيت لأ هي جات صدفة بس أنا باشكرك طبعًا، عايز أقول لك إن اللعيبة فرحانة جدًا، جدًا، جدًا برد فعلك اللي أنت قُلته عليهم والفيديو أعتقد عمل انتشار هي كبير دي جدًا. النقطة، إن فعلًا هي اللعيبة تستحق، ومجرد بس ما حد يعني نوّر بس عليهم، الناس هي تفاعلت كويس معاه، طيب لأن الناس بتفهم كورة. هاقول لك اللي حصل، بُص يمكن أنا ده الموسم التالت ليّا في قطاعات الناشئين، الحمد لله بجهاز السنة اللي فاتت إحنا واخدين بطولة الجمهورية 2009 في بيراميدز، بيراميدز هو بطل الجمهورية 2009 الموسم اللي فات، فدي دي نجاحات الواحد الحمد لله اشتغلها كان بطل بطولة زد الدولية، في أكتر من عنصر النادي بدأ يبُص له في الفرقة بتاعة 2009 في النادي، عندنا فرقة 2007 من الفرق المميزة جدًا، كل ده تمام ومحترم، لكن 2005 لإن هي دي اللي تحت الفريق الأول، ودي أصعب مرحلة في القطاعات كلّها أو في الفرق في قطاع الناشئين كلّه، لإن أنت بتبُص على لعيب هيصلح للفريق الأول هيكمّل والّا لأ، والّا خلاص، هيكمّل والّا لأ. بداية الموسم ما كانتش مثالية، لظروف خارجة عن إرادة الجهاز اللي كان موجود، كابتن توفيق عيد كان راجل محترم جدًا، جدًا ومدير فني قدير، وكان معانا في الجهاز الموسم اللي فات بطل الجمهورية 2009 وكابتن أحمد فهمي مدرب حراس، لكن الظروف كانت مختلفة في 2005. البداية ما كانتش موفّقة ليه؟ لإن الولد زي ما قُلت لك، أنا ما كنتش معاهم في الجهاز في الأول، أنا كنت بادئ في 2009 عادي زي ما أنا مكمّل، ف حصل بعض الأمور مش أفضل حاجة، فرجعت تاني بقى معاهم في 2005. أوكي، زي ما قُلت لك الجهاز الفني مش مدير فني بس، لأ هي مجموعة عناصر، هو مدرب عام، هو مدرب، هو مخطط أحمال، هو مدرب حراس، هو إداري، هي منظومة كاملة لازم تكون كلّها في ضهر بعض. الولاد في الأول زي ما قُلت لك هم ما فكّروا تحت رجليهم، إن الأمور بدأت ما طلعوش يتمرّنوا كتير في الفريق الأول، فبدأ نفسيًا يُقع، أوكي، فإحنا لمّا حصل كابتن توفيق ما كمّلش مع الفرقة، جه تياجو طبعًا المدير الفني البرتغالي، اللي النادي عامل توأمة مع بنفيكا، فالراجل متواجد كده بقى له موسم ونُص،
فالراجل عنده درايه كامله بقطاع الناشئين، فهو كمل وصمم اللي هو يكمل مع الفرقه دي. فلما جه اشتغل معانا واشتغلت معاه في الفتره دي، حاولنا نخلق دوافع جديده، وكانت اول حاجه ودي اللي فرقت بين فتره كابتن توفيق وفتره تياجو. الولاد بداوا يطلعوا فريق اول، بداوا يتشافوا اكتر، فبدات تخلق دوافع جديده، بدات الولاد تيجي مبسوطه، بدا يبقى في التزام، بدا الولاد عندها تطلع اللي انا عايز العب فريق اول. فبدا الراجل بصراحه التعامل النفسي اشتغل معاهم بشكل كويس جدا. اصراره اللي انا لسه كنت بكلمك عليه، انا موجود عشان اعلم، ما عنديش مشكله. فضل يعلم مره واثنين وثلاثه، والولاد حبوا الاسلوب بتاعه، حبوا واغلط، لان انت في الفتره دي انت لازم تغلط عشان تعلم. بالظبط. ما انا بقول لك يمكن انت يعني النقطه اللي انت وضحتها في الفيديوهات بتاعتك، اصرارنا على البناء اللعب من تحت والتحضير من تحت والخروج بالكوره وانت بتلعب حرس الحدود بامكانياته الكبيره. ومتاخر بجول و- ومتاخر بالتاني، وبرضه هلعب باسلوبي. وخلي بالك انت لو اتفرجت على الماتش اكيد احنا كلامنا من بره ما كانش فيه شيل واحده او تشيل طويل او لا. هي دي بقى، دي اللي عامله لي عقده نفسيه دي، اللي هو كل كوره شيل طويله، شعلق قدام. ما هو انت عايز بطوله ولا لعيبه. هي دي بقى، ما هو دي ايوه بالظبط هي دي النقطه. النقطه. انا فرحتي بالبطوله ما بتضافش اصلا في دولاب البطولات بتاعت اي نادي. هات لي الانديه كلها اللي خدت بطولات جمهوريه المواسم اللي فاتت في محدش المرحله هيفتكر اللي مين تحت. السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها كمان. حتى لو افتكرت ورحت اتحاد الكوره وجبت، لكن مين اللي تحت من الفريق الاول ده لقيته في الفريق الاول. يعني 2005 2003 كل المسابقات دي مين اللعيب اللي هو طلع على طول وراح يعني الفريق بقى الاول الفريق وبعدين الاول منتخب بتاعه مصر وبعدين منتخب مصر؟ مش هتلاقي. هتلاقيه بينزل محترفين، بينزل ممتاز به. صحيح. فانا الاهم عندي دلوقتي ان انا اطلع لعيب يقدر يضيف لي في الفريق الاول. بدانا اشتغلنا مع الفرقه بشكل كويس جدا الفتره اللي فاتت، حفظناهم شغل كتير جدا. اتفرجنا على يعني خلي بالك كنا يعني مش كلامه بس، لا كان في محاضرات فيديو، كنا بنوقف وبنبعت للولاد على الجروب بتاع التمرين او جروب الفرقه، كنا بنبعت لهم لقطات. تياجو كان بيبعت لهم لقطات للتحرك ولقطات للمباراه اللي فاتت، مواقف لعب معينه. لا يمكن انا هابقى باوريك ان شاء الله باذن الله وابعت لك فيديوهات. دقيقه انت بتلعب نادي المقاولين العرب مثلا، دقيقه بتاخد الكره من الجون وبتروح تفنش كمان. اوكي. فاهم؟ فده امم. شغل. يعني هي دي تاكيدا لكلامك ان كان في شغل بيتحفظ للولاد الفتره اللي فاتت. نتاج ل4 شهور، ولا هي نتاج لموسم. احنا جينا كملنا شغل المدير الفني اللي كان موجود، صحيح. فكملنا بدوافع جديده. فالدوافع هي اللي فرقت مع الشغل، مع الالتزام من الولاد، مع الحفظ. ان تياجو كان بيحفظ دايما كتير، ما عندوش بقى خلي بالك المدرسه الاجنبيه او الاوروبيه اللي انا اشتغلت معاها. احنا مثلا التمرين الخفيف بتاعنا اللي قبل الماتش احنا بنشتغل روندو وبنشتغل كور ثابته كده التمرين بيبقى اوكي. خفيف جدا. لا هو ما عندوش الكلام ده. تمرين. تمرين وبيشتغل، ما بيبقاش الحمل عالي بس بيحفظ الولد. هنشتغل ازاي؟ هنشتغل دلوقتي هنعمل البيلد اب. خلّي اوكي. بالك يعني النهارده هنشتغل على الmedium block، هنشتغل على الhigh press. فاهم؟ كل يوم بيبقى ليك هدف معيّن من التمرين، من الوحدة التدريبية، مش مجرد أنا بانزل أتمرّن وخلاص. الشاب الصغير فعلا بيتعلم، كل وهو يوم عنده حاجه بيتعلمها. بالضبط. النهارده أنا هاشتغل على الmedium block. إزاي هاشتغل؟ يبقى كل تدريبي النهارده وتماريني والوحدات التدريبية اللي أنا هاعملها هي هتكون بتصُب في مصلحة الmedium block، الhigh press، الbuild up. كل ده بيبقى ليه يوم مخصص خلّي بالك. يعني أنا باشتغل الوحدة التدريبية بتاعة التلات هاشتغلها مثلًا على الbuild up. يبقى تدريبي في الوحدات بتاعتي لغاية أمّا أفنِّش في الآخر بالتقسيمة أو بالنموذج في الآخر، باشتغل إزاي الbuild up بتاعي. وتحيه كبيره ليكم بصراحه، عاملين ف شغل وفعلا ملموس وظاهر، والناس كلها فعلا واخده بالها من الطريقه بتاعه اللعب. هنرجع بقى تاني لجيل العتاوله، بس المره دي عايز اسالك سؤال بقى. في كميه لعيبه جيتها في مصر واخده ضجه، زيزو، حسين الشحات، امام عاشور وغيرهم. اللعيبه دي لو موجوده بقى في فتره جيل العتاوله هيلعبوا ولا لا؟ حلو السؤال. بُص يلعبوا والّا لأ؟ لأ مش كل اللعيبة اللي موجودة في الجيل الحالي هتقدر تكون موجودة في الفترة الجيل اللي هو من 2000 ل2014 دي. لأ، ما هيبقى في صعوبة، أو مش هتلعب في الأندية اللي هي فيها دلوقتي. كنت لسه اسالك بقى. يعني هو تعالى بقى نفصصهم واحد واحد كده. زيزو مثلا هيحصل عليه خناقه اهلي وزمالك، وهيلعب اصلا في الزمالك اساسي او هيلعب في اهلي اساسي؟ لأ، ما يعني هو زيزو خلّي بالك يعني لعيب كويس، لعيب في الزمالك، في الأهلي، في بيراميدز، في أي مكان. زيزو من اللعيبة اللي موجودة دلوقتي اللي هي من القلائل اللي هي تقدر تقول عليها
عنده استمراريه، وده مش موجود. احنا عندنا زي كل لسه بنتكلم ان اللعيب بيعمل ماتشين 3، لا زيزو بقى له موسم و2 و3 بيطور من نفسه، بيطور من ادائه. زيزو كان ممكن يكون متواجد في الفتره دي يلعب مع الجيل ده، لكن مش هيكون نجم الشباك. أنا كنت لسه هاسألك بقى في لأ، ده نجم كمان. الشباك هو كان هيبقى موجود، ممكن يلعب في الأهلي، يلعب في الزمالك، لكن يكون هو النجم الأوحد، لأ، مش هيكون هو النجم الأوحد في الجيل ده. أصل هو مركزه جناح يمين، وفي الفترة دي شيكابالا كان هو الجناح اليمين، ولو هيروح الأهلي فالجناح اليمين بتاع الأهلي محمد بركات. ما أنا باقول لك ممكن يلعب ويكون متواجد في الأهلي والزمالك، لكن نجم الشباك أو النجم الأوحد لأ، لأن شيكابالا في الفترة دي، الفترة اللي كان نادي الزمالك بيعاني من مشاكل وبيعاني من أزمات، شيكابالا كان بيبقى يعني في وقت كتير جدًا، وبالأخص موسم 2010، 2011 شيكابالا عمل الموسم الأروع ليه في حياته عشان نادي الزمالك لوحده. فهي دي، أنت بتتكلم كمان الدعم الجماهيري كان بيفرق، خلّي بالك، الدعم الجماهيري والمسانده الجماهيريه اللي كانت بتحصل لشيكابالا، لو شيكابالا قعد ولعيب تاني كان بتحصل الدنيا بتقوم ما صحيح. بتقعدش. نفس الكلام في النادي الأهلي، كان برضه الجماهيريه بتاعة اللعيبه كانت بتخلّي بعض المدربين تتراجع عن فكرة إن أنا أريّح اللعيب ده أو أخرّجه من الملعب. إمم. فزيزو لأ، زيزو كان يستحق التواجد مع الجيل ده، لكن زي ما قُلت لك وباكررها، مش هيكون النجم الأوحد للجيل ده أو نجم الشباك، كان هيكون من اللعيبة الكويسة، زيه زي لعيبة كتير كانت كويسة في الجيل ده، لكن مش هيكون النجم الأبرز للجيل. يعني كنا ممكن نشوفه في إنبي، نشوف أندية وسط ما هو خلّي الجدول، بالك، صح؟ أنا معاك، بس هو إنبي في الفترة دي كان كان نادي كبير كان طبعًا، بتروجيت كان فيها لعيبة كبيرة جدًا، وسط ملعب بتروجيت كان فيه لعيبة حدث ولا حرج. كان أحمد شعبان ده ده كان فيه لعيب اسمه أحمد شعبان في وسط أحمد الملعب، شعبان ومحمد شعبان ومحمد ومحمد شعبان كوفي. ومحمد كوفي، لكن أحمد شعبان، يعني محمد شعبان راح الزمالك، لكن أحمد شعبان فضل مكمّل ومستمر وراح منتخب مصر، لكن أحمد شعبان ده من اللعيبة اللي أنا باشوفها اتظلمت. اتظلم جدًا يعني أنت طبعًا. بتقول لي إيهاب لأ، أحمد شعبان ده من اللعيبة اللي اتظلمت، لإن كان في بقى نُص ملعب فرقة قوي جدًا، بتروجيت جدًا. بتاعة زمان دي تاخد دوري، دلوقتي تاخد طبعًا، دوري مستريحة. طبعًا، لإن أنت كان فيها في كل خط، يمكن ممكن تقول خط ضهرهم ما كانش أفضل حاجة، لكن كان في لكن محمد لكن الفكهاني وكان في الله شريف رحمة حازم، الله عليه، لكن لأ، هتتكلم عمرو حسن، تتكلم أسامة أسامة حمدي، محمد، دُولَة كانوا باكين طرف حدث ولا حرج. كنت بتلاقي وليد سليمان، كنت بتلاقي محمود عبد الحكيم، محمود عبد الحكيم، إيريك بوكوي، كوفي سيد بيكوي حمدي، وسيد كوفي حمدي. بوكوي، بُص، دي كانت عناصر كتيرة جدًا مميزة، لكن هُم لو موجودين دلوقتي ينافسوا بقوة جدًا على الدوري، ويقدروا ياخدوا الدوري الممتاز عادي جدًا. طب ففي لعيبة دلوقتي زي ما أنت بنتكلم، زيزو كان هيبقى لعيب كويس في الجيل ده، إمام عاشور نفس الكلام. نفس الكلام برضه، إمام آه، عاشور كان هيحجز مكان في خط نُص الأهلي أساسي. تعالَ بقى نرجع، هيلعب على حسن مصطفى والّا يرجع؟ محمد شوقي، طبعًا كباتن كبار كلّهم طبعًا، ليهم كل طبعًا. الاحترام، عشان بس محمد شوقي، حسن مصطفى، حسام غالي. هيلعب كنتوا تلعبوا مثلًا فين؟ في وسط هتلعبوا 10؟ كان هيلعب على أبو تريكة؟ مستحيل. مستحيل، أنت فاهمني؟ لكن هيبقى لعيب بديل كويس ليهم، كان هيبقى بديل كويس ليهم، أنت فاهمني؟ لأن في فترة من الفترات عادي النادي الأهلي كان بيعتمد على ثلاثي في وسط الملعب ده، ممكن ما تلاقيش البديل الكُفء ليه، فإمام كان ممكن يبقى لعيب، بس برضه نفس قصة زيزو، مش هتلاقيه هو نجم الشباك الأول واللعيب رقم 1. حسين الشحات. حسين أنهُ فيهم؟ مع حسين خلّي بالك، أصل حسين عنده مشكلة بالنسبة لي، لإن حسين لعيب كبير ولعيب مميز في الفترة دي طبعًا، لكن حسين مستواه ما عندوش ثبات دايمًا. حسين لمّا بيبقى فايق وفي كامل تركيزه وفي كامل قوته الفنية والبدنية، بتلاقي نسخة مختلفة تمامًا من حسين. حسين يشيل فرقتين وهو في كامل قوته وفي كامل تركيزه. حسين لمّا ما عندوش وسط، لمّا بيبقى يا حلو مستواه أوي يا إما وِحِش يا أوي. وِحِش أوي. صح. فهي دي المشكلة، الاستمرارية. لكن حسين كنت هتلاقيه موجود في الدوري المصري، يلعب في الدوري المصري، لكن أهلي وزمالك في الفترة دي كان هيبقى صعب جدًا. طب دونجا. برضه نفس الكلام، لأ دونجا كان هيبقى صعب، لإن زي ما قُلت لك، أنا باقول لك أحمد شعبان في إنبي في بتروجيت ما كانش بيشارك في منتخب مصر. أنت كنت بتلاقي جيل كبير جدًا في منتخب مصر، وسط ملعب منتخب مصر، كابتن أحمد حسن، كابتن حسني عبد ربه، كابتن محمد شوقي، كابتن حسن مصطفى، كابتن حسام غالي. كانوا يعني وسط ملعب تقيل جدًا، 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 فما كنتش تفكّر فدونجا كان لأ، يعني كان الأمور هتبقى صعبة جدًا، لإن هو كان ممكن يكون متواجد في أندية الوسط في الدوري الممتاز عادي. كده إحنا خلّصنا الفقرة الأولى، هي فقرة الفضفضة. الفقرة التانية فقرة الذكريات والأسرار، إمم. وهنخش بقى شوية بقى إيه، في صندوق ذكرياتك وأسرارك. أنت شاركت في الجيل اللي خَد كاس مصر
وكاس السوبر مع حسن شحاتة مع نادي المقاولين دوري درجة تانية. إمم. إحنا لو بنكلم الناس وبنقول لهم إن دي حدوتة بتحصل في الدوري الإنجليزي برضه مش هيبقوا مصدقينها أوي. الكلام ده حصل في الدوري المصري. إمم. في عز ما كان بقى الدوري المصري فعلًا هو جيل العتاولة اللي إحنا كنا بنتكلم فيه. كلمني عن الموضوع ده وإزاي خدتوا بطولتين وأنتم فرقة دوري درجة تانية؟ بُص، يمكن أنا كنت في الفترة دي كنت محظوظ إن أنا تواجدت مع الجيل ده في نادي المقاولين العرب. آآ كان الأول أنا لعبت معاهم وشاركت في الممتاز B، كنا في الممتاز B في الدرجة التانية في الوقت ده. كان معانا كابتن يسري عبد الغني. كانت نتايجنا مش أفضل حاجة، يعني ما كناش بنأدّي الأداء الجيد. كان لعيبة كبيرة وموجودة، وحافظنا على القوام اللي هبط بنادي المقاولين العرب من الدوري الممتاز للقسم التاني، وكان في لعيبة أسامي كبيرة جدًا ذكرتهم من شوية، كابتن مصطفى مارين، كابتن ممدوح عبد الحي، إبراهيم مناسي، محمد عودة، أحمد حسام، علاء عبد الغني، طارق سليمان في حراسة المرمى، العقباوي، محمد فهيم، إسلام شكري، طلعت محرم، تامر عادل، أيمن زين، أسامي كبيرة جدًا، جدًا في الوقت ده، محمد علي. ففي الوقت ده كانت اللعيبة دي كانت في منهم لعبوا منتخبات ناشئين وشباب وأولمبي ومنتخب عسكري، وكانوا لعيبة ليهم أساميهم، وبعد كده انتقل أحمد حسام وعلاء عبد الغني لنادي الزمالك. صحيح. فالجيل ده كان جيل مميز جدًا، هبط بنادي المقاولين العرب. جه كابتن يسري عبد الغني، النتايج ما كانتش أفضل حاجة. أنا فاكر أول اجتماع بقى لكابتن حسن شحاتة مع الفرقة. كابتن حسن شحاتة عمل معانا اجتماع، جه اتكلم معانا في نقطة، الكلمة دي خلّي بالك فضلت يعني، أو الكلام بتاعه فضل معلّق في دماغي لحد ما بطّلت، ولحد دلوقتي خلّي بالك أنا ماشي بالكلام ده كلّه. كابتن حسن شحاتة رفض وجود اللاعب الموظّف، بمعنى نادي المقاولين العرب نادي مش جماهيري، نادي مؤسسي. فأنت المقاولين العرب ما عندوش ضغط جماهيري. المقاولين كان دايمًا أول كل شهر كسبان خسران بتلاقي المرتب نازل، كسبان بتلاقي المكافأة نازلة، خسرت ما فيش مكافأة لكن بتلاقي المرتب بتاعك نازل، ما بتلاقيش جماهير بتلومك بعد الخسارة، ما بتلاقيش زعل بعد الخسارة. فهو حوّل الرغبة والطموح ده كلّه. فدي كانت نقطة موظف في تحوّل. التأمينات. الموظف ما لوش مكان. كده إمم. لو إيهاب كنت أنا أصغر واحد، إيهاب هيبقى ملتزم وعنده طموح وعنده رغبة وعنده دوافع يخلّيني بطل مصر، هاخلّيه إيهاب هو اللي يلعب على أي حد، على كابتن الفرقة. فعمل حالة مختلفة تمامًا. طب خلّيني أخش معاك في شوية تفاصيل في الحتة دي اتفضل. تحديدًا. وأنتم قاعدين بقى وبتسمعوا الاجتماع ده، وأنت بتسمعه وهو بيقول لك إحنا عايزين نبقى بطل مصر وعايزين إحنا بنلعب دوري درجة تانية، ما جاش في دماغك إن هو الراجل ده بيقول لنا أي خلّي كلام؟ بالك إحنا كنا لسه في دور ال8. آه يعني بالضبط. بتتكلم كابتن حسن ما جاش على النهائي. أنت فاهمني؟ وإحنا كنا ما صعدناش كمان في الموسم ده. يعني إحنا ما صعدناش كمقاولين أيوه. عرب في الموسم ده. صعد أعتقد طلائع الجيش أو بتروجيت، حاجة من الاتنين في الموسم ده. ف أنت بتتكلم إن أنا أولًا شايف كابتن حسن شحاتة الاسم الكبير والرمز الكبير جدًا والعلامة الكبيرة والقامة الكبيرة أيقونة جدًا في طبعًا. الكورة، واقف بيتكلم قدامي وهو المدرب بتاعي، فدي كانت كبيرة جدًا بالنسبة لنا. بينقل لك كلام من خبراته بقى. فهو بيقول لك لأ، أنت هتبقى موظف مش هتكمّل كورة. هتبقى موظف مش هيبقى ليك طموح، هتفضل زي ما أنت، ما حدش حاسس بيك، ما حدش عارف أنت فين. فدي كانت كل الكلام ده أنا قاعد باصص له وقاعد عمّال أفكّر. يعني إيه؟ يعني أنا لازم أزعل، لازم ألوم نفسي، لازم أحاسب نفسي، مش كسبان زي خسران. لأ، إمم. لازم يبقى في فرق. كسبان يبقى أنا حق أطلب وحقي. زعلان لازم أحاسب نفسي وألوم نفسي ويبقى في عقاب. ما ينفعش يبقى أنا كسبان آخُد مرتبي وخسران آخُد مرتبي. صح. لأ، فهو حوّل المنظومة ككُل لفكر احترافي، بعد أمّا كانت عادي الأمور ماشية في نادي المقاولين عادي جدًا. فهو حوّل المنظومة ككُل في نادي المقاولين العرب وكانت غيّرها 180 درجة. وإمتى بقى دخل عندكم إحساس اللي هو وليه لأ، ما ممكن أبقى بطل الكاس عادي؟ ما هو كل ماتش الرغبة بتزيد، كل ماتش الطموح بتزيد مع كابتن حسن. في التمرين خلّي بالك كابتن حسن ربنا يدّي له الصحة طبعًا، كان ساعتها لسه بقى وكان بينزل التمرين وبيتمرّن معانا وبيلعب معانا في المربعات. ويا سلام بقى لو حد عمل حاجة مهارية بقى كده، وهو بقى كان طبعًا اللمسة كانت موجودة صحيح. لسه. فلأ، فكنت بتبقى كابتن حسن شحاتة بيمرّنك، فكان الوضع مختلف تمامًا. فهو كل ماتش بدأ ينقل لك الرغبة، بدأ ينقل لك الطموح، بيخلق لك دوافع. اكسب الماتش ده وأنا المكافأة لو بقرش هاخلّيها لك ب5، ب10، لإن نادي المقاولين كان عنده إمم. القدرة المادية اللي هو يطلّع لك أي مكافأة مادية، مع الدوافع اللي أنت تخيّل نَفْسك بتاخد بطولة. لإن نادي المقاولين العرب كان متعوّد على البطولات خلّي بالك، يعني نادي مش بعيد عنّه البطولات، صحيح. ونادي واخد بطولات أفريقية، ونادي واخد دوري وواخد كاس. فأنت مش غريب على البطولات.
فانت لازم كجيل ده تعرف قيمه المكان اللي انت فيه. بس انت جاي من بعيد قوي، دوري درجه تانية. بس بص انا قلت اخر كلمه، هو حسسك بقيمه المكان. نادي المقاولين فيه فنادق، نادي المقاولين فيه ملاعب، نادي المقاولين عنده مستشفيات، نادي عنده مطاعم، عنده كل الامكانيات اللي مش متوفره في اي نادي في مصر. انت متخيل نادي المقاولين العرب النادي الوحيد في مصر عنده فندقين، عنده بدل المطعم مطعمين، عنده 5 6 ملاعب ناشئين، نادي كبير طبعا. عنده استاد، عنده مستشفى، عنده كل حاجه. فهو قال لك حرام عليك اللي انت اللي مقصر في حق النادي ده. فلما عدينا وصلنا لقبل النهائي، انا فاكر كمان كان ماتش الاسماعيلي في اسماعيليه، ودي كانت البدايه. خلي بالك احنا سافرنا في نفس اليوم. اسماعيلي في الاسماعيليه دي كارثه. وخلي كارثه. بالك انت بتتكلم في ايه، 2003 2004 الجيل ايوه ده، بتكلم احنا بنتكلم على الفتره بتاع الجيل العتاوله، جيل 2003 2004 دي يعني كارثه. جيل عتاوله العتاوله بقى في الاسماعيلي. فانت روح، واستاد اسماعيليه لما بيتقفل البوابات بالجماهير دي قصه لوحدها، زيه زي المصري زي الاتحاد. فاللعب كان صعب جدا، وبتلاعب فرقه كلها كوره، معجونه كوره. الشوط الاول 2-0 للاسماعيلي والسيرك منصوب، دش بقى مش عايز اقول لك بين الشوطين والرغبه. وكابتن حسن بقى دخل شاط في الكل. شوط تاني مختلف تماما تماما، وسبحان الله الكوره عايزاه. لا ما تعديليش دي، لا، دخل شاط في الكل، دخل عمل ايه بالظبط؟ ما هو انت بقى خلاص، هو انا مش جاي. بص، في مدرب تاني هيخش معلش يعني انتوا بتعملوا اللي عليكم وبتلعبوا النادي الاسماعيلي، وكان بطل الدوري من موسمين ولا موسم. هيلاقي، هيوجد لنفسه اعذار، هيلاقي لنفسه اي حجه، ما حدش هيلومه. انا جاي من القسم الثاني. لا، كابتن حسن دخل وزعق، ايه ده؟ ومش هي دي اللعيبه اللي انا عايزها، مش دي اللعيبه اللي انا ابقى عايز امرنها. احنا متفقين اللي فيه طموح، في رغبه، انا جاي اخد بطوله، انا مش جاي التمثيل المشرف مش في القاموس بتاعي. يعني انا بقول لك هو وصل لك دوافع جديده، وصل لك الحماس اللي جواك، خلى اللعيبه تنزل الشوط الثاني مختلفه تماما عن الشوط الاول. احساس مختلف تماما، رغبه، دوافع جديده، وكمان الكوره طوعتها. ودي مهمه جدا، طبعا. اللي انت ترجع من بعيد الاسماعيلي متقدم عليك بهدفين ومضيع اكتر من هدف. شوط اول للنسيان، انت ما جيتش ملعب الاسماعيليه خالص. تمام. شوط تاني مختلف تماما، الروح والاصرار والعزيمه. والكره بقول لك انت رامي عادل بيشوط، بتخبط، بتغير اتجاهها، تخش جون، بترجع للماتش، بعد كده بتتعادل، بعد كده ربنا بيكرمك. لا بص، كان سيناريو خيالي، سيناريو ما كنتش تتوقعه. حتى جماهير الاسماعيليه كانت مصدومه في الوقت ده، ما كانتش متخيله ان ده اللي يحصل في المباراه دي. لكن بعديها بقى النادي عاش ازاي من فتره ما بين قبل نهائي كاس مصر ونهائي كاس النهائي مصر. بقى يعني عارف، استعدادات خلاص، هو قفل، مفيش ناشئين هتطلع كتير، هيقفل على الفرقه بالمجموعه اللي معاه بشكل معين. الشغل بدأ يبقى فيه تحفيز دايما، بقى فيه اجتماعات. الباشمهندس ابراهيم محلب والباشمهندس فيصل مرتضى والباشمهندس محمد علي، كان في اجتماعات شبه يوميه باللعيبه. كابتن حسن شحاته والمحاضرات دايما بالفيديو والتحفيزيه، عارف، كان دايما بيشتغل على العامل النفسي، دايما ما بيقللش منك. قال لك النادي الاهلي جايب جماهير، هجيب لك جماهير، يعني فاهم، هتشتغل على كل حاجه، هنعمل لك فلوس، هطلع لك فلوس، مكافآت هطلع لك مكافآت، اعمل بس اللي عليك ومالكش دعوه. فعلا لما وصلنا للنهائي، وصلنا للمباراه النهائيه في الكليه الحربيه، كان المدرج او الملعب مقسوم نصين، نص جمهور النادي الاهلي ونص جمهور نادي المقاولين. دي كانت من المباريات النادره والقليله جدا اللي تلاقي تواجد جماهير النادي المقاولين العرب. تحس ان الكوره كانت عايزانا. يعني السيناريو كمان اللي حصل في اللقاء، وحصل قبليها زي ما قلت لك في الاسماعيلي، تحس ان الكوره عايزاه، الكوره عايزه تدي المقاولين العرب. ليه؟ لان اكيد انت تعبت، اكيد انت عملت حاجه طبعا مختلفه اللي انا قلت لك عليها منذ تولي كابتن حسن شحاته لغايه وحصولنا على الكاس. احنا اشتغلنا صح، اشتغلنا بفكر احترافي، بفكر مختلف تماما عن اللي قبل كده. فربنا كرمك. السيناريو طبعا الشهير، والنادي الاهلي تقدم، وبعد كده في وقت صعب جدا كابتن محمد جوده بيضيع ضربه جزاء، وتالق لكابتن محمد العقباوي بيصد ضربه جزاء في الامتار الاخيره من اللقاء، وبعد كده اصابه خطيره جدا لكابتن امير عبد الحميد وخرج. وكان مانويل جوزيه ساعتها في الوقت ده خلص 3 تغييرات بتاعته بين الشوطين. فالنادي الاهلي فجاه بدون حارس مرمى، فجاه حارس مرمى بين اللعيب، وفجاه الاصابه بتحصل بتربك اللعيبه في الملعب، خروج خاطئ مع كروس عرضي بتخش جول. فاهم؟ سيناريو ولا في الاحلام. هو سيناريو مناسب جدا جدا للمغامره اللي انتوا عاملينها من البدايه. بالظبط.
من اول الدوري درجه تانية لازم تقفل كده. ما هي لازم هي تقفل نهايه بالشكل ده. هي نهايه الفيلم كانت لازم تبقى كده. صحيح. وما كمل، خلي بالك هو ما كانتش دي نهايه الفيلم، لان الفيلم كمل. هي دي كانت احداث في الفيلم، نهايتها كانت في كاس السوبر مع نادي مع الزمالك، الزمالك. والمباراه كبيره جدا 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 اللي كانت مختلفه تماما عن ماتش النادي الاهلي. خلي بالك ليه؟ بطوله النادي الاهلي اديتك ثقه، فرحت بتلعب نادي الزمالك بشكل مختلف تماما، باسلوب مختلف. انت اللي مسيطر، انت المستحوذ، انت اللي بتروح وبتسجل الاول، انت اللي بيبقى شكلك. مش هو ده المقاولين اللي بيلعب في الدرجه الثانيه، مش هو ده اللي كان بيلعب حتى النادي الاهلي، مش هو اللي كان بيلعب النادي الاسماعيلي. البطوله دي ادت للعيبه ثقه، ادت للجهاز الفني كمان ثقه. فلعبنا مباراه الزمالك بشكل مختلف تماما تماما تماما. كنا مسيطرين مستحوذين، كانت مولد نجم زي تامر عادل، طلعت محرم، كل واحد احرز هدفين، قدموا شهاده اعتمادهم في المباراه دي. كابتن ايمن زين كان واحد من نجوم اللقاء، كابتن عوده، محمد علي، كان في اسامي كتير جدا جدا في اللقاء. مش عايز انسى حد، لكن كلهم كانوا نجوم كبيره جدا، وقدموا اداء عظيم في البطولتين. سنه او موسم ما يتنسيش في تاريخ نادي المقاولين العرب، في صحيح. تاريخي. بدات، انت بتبدا كمان من تحت. يعني انت لو بتتكلم في 2003 انا كان عندي 17 سنه، فبالنسبه لي كانت يعني حاجه مهمه جدا ومميزه جدا ان انت تبدا. بص انا بكلمك في لاعب ناشئ بادئ 17 حياته سنه، بالدراما دي كلها. تبدا ممتاز به. يعني انا فاكر انا كنت بسمع في الراديو، كان في ساعتها قبل الموسم ده، وكنت لسه بسمع عادي بتفرج على الماتشات، المقاولين بيخسر من البلديه وبينزل درجه ثانيه. فجاه انت بتلاقي نفسك بعد شهرين 3 بتلعب مع اللعيبه دي، بعد يبقى عندك 17 سنه بتلعب مع اللعيبه دي وبتشارك بصفه اساسيه في الدوري الممتاز به. وكنت بالعب بشكل مستمر مع كابتن يسرا عبد الغني، وبعد كده لما جه كابتن حسن شحاته. انا فاكر موقف حصل بيني، وده يعرفك العلاقه. بعد كاس مصر رحنا دير مواس في المنيا، محافظه المنيا، كان في احتفاليه معموله لنادي المقاولين العرب هناك. فهو نده عليا، قعد يدور عليا فنده عليا. جابني كده، طبعًا كابتن حسن شحاتة، فأنا لسه ولد صغير ناشئ طالع، فقال لي: "بتعرف تلعب كورة؟" قُلت له سؤال غريب أوي. السؤال غريب. قال لي: "لأ." أنا يعني قُلت له: "يعني لأ." قال لي: "أنت لعيب كورة." قُلت له: "اللي حضرتك شايفه برضه." قال لي: "لعيب الكورة يا إيهاب يلعب في أي مكان، وده اللي أنا أقصده، فأنت لعيب كورة." فقُلت له: "اللي حضرتك يعني لو أنت حضرتك شايف كده خلاص يبقى أكيد كابتن حسن شحاتة شايفني باعرف ألعب كورة أكيد يعني." فقال لي: "أنا هالاعبك ليبرو، أنا مهاجم." قال لي: "هالاعبك ليبرو." قُلت له طب قرّبها شوية، آه، خلّيها صانع ألعاب، ليبرو، خلّيها جناح. خلّي بالك أنا ما بدأتش، يمكن لو يعني في مراحل الناشئين ما بدأتش فيرود. فلقيت كابتن حسن شحاتة بيقول لي: "هتلعب ليبرو." قدّامي خالد نبيل وإبراهيم بهناسة، ماشي. قال لي: أنا لعبت كل أماكن الملعب. دي حقيقة كابتن حسن شحاتة لَف الملعب كلّه. فقال لي: "لعيب الكورة يتحط هنا، يتحط هنا، يتحط هنا يأدّي. وأنا شايفك لعيب كورة كبير، ولعيب كورة مميز، ولعيب كورة كويس، تقدر تلعبنا كورة من تحت وتشتغل، وعندي فراودة كتير، فتعالَ العب." قُلت له: "ماشي." لعبت في ليبرو، وقال لي: "هتطلع ليبرو بالصوت وبالكلام، لكنك لابس بدلة وجرافطة." ففعلًا كانت تجربة مميزة جدًا ليّا. وبعد كده كانت انطلاقة لكابتن حسن شحاتة كمان بعد كده، بعد ما لأ، صعدنا وهي راح. نقطة كمان إن هو واثق فيك أوي، واثق إن أنت دماغك فاهمة كورة، لإن ما حدش هيلعب في مركز الليبرو ده إلا لمّا يكون لعيب خبرة، لإن هو اللي بيسوق خط الدفاع كلّه. بالضبط، وأنت بتسوق كمان وبتقود لعيبة كبيرة، واللعيبة ليها أساميها وكباتن للفرقة، فاهم؟ فأنت لمّا أنت اللي هتدّيهم الأمر، وأنت اللي هتكلمهم، وأنت اللي هتوجه ده وهتوجه ده، لإن زمان الليبرو هو اللي كان بيقود صحيح. الملعب كلّه، هو اللي بيوجه. فدي كانت برضه ثقة منه، اللي هو بيكلمك أنت، اللي أنت تبقى شخصية، شايف إن أنت ممكن يكون فيك شخصية قيادية شوية في الملعب، فادّى لك الفرصة دي. فكانت حاجة مهمة جدًا بالنسبة لي. يمكن الفترة اللي أنا عِشتها مع كابتن حسن شحاتة ساعدتني بعد كده لمّا كابتن حسن شحاتة تولّى منتخب مصر في الوقت الصعب جدًا في 2009 و2010. أنا رُحت منتخب مصر لإن كابتن حسن شحاتة لمّا أنا تألقت وبدأت أشارك بصفة أساسية وأنافس على هداف الدوري في الدوري المصري، كابتن حسن شحاتة بدأ هو عارف وعنده خلفية بمستوايا، واشتغل معايا كتير، وأنا اشتغلت معاه كتير في بدايتي يعني. فهو كان عنده علم بالموضوع ده وعنده دراية كاملة. فلمّا لقاني بدأت أظهر تاني، فأول حاجة عملها راح استدعاني منتخب مصر في وقت صعب جدًا، 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 اللي كان أي حد يخش من 2006 بقى ل2010 ال3 بطولات، كان أي حد يخش في الجيل الدخول ده، كان بحساب، صعب ما جدًا. كانش أي حد يخش، بالذات كمان في الجزء الأمامي.
يعني حدث ولا حرج، هتتكلم عن مين ولا مين ولا مين. هتروح فين؟ فانت الدكه لما مليانه نجوم. وكنت بتتكلم ان انت عندك يعني 2009 دي مثلا بتتكلم 23 سنه 24 سنه، ف ف ف فبالنسبه للي موجود لا صغير، فاهم؟ ولسه بتبدا حياتك، يعني برضو ايه، جاي من نادي المقاولين وبتروح منتخب مصر قبل كاس القارات، بتروح تشتغل معاهم في تصفيات كاس عالم، فكانت نقله كبيره جدا 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 في حياتي. فكابتن حسن من المحطات المهمه جدا جدا والفارقه في حياتي اكيد. خلينا نجري شويه بقى بعد يعني احنا في المقاولين، بس هنجري شويه مع المقاولين. اتفضل. المقاولين انت لحقت الجيل بتاع محمد صلاح وهو لسه طالع. محمد صلاح لحقني. يعني اه يعني قبل ما تمشي من المقاولين اقصد. بص هقول لك حاجه، اول جون في حياه محمد صلاح هي اخر مباراه ليا في نادي المقاولين العرب. اوكي. يعني اول جون لمحمد صلاح في حياته الاحترافيه او مسيرته الاحترافيه كان المقاولين العرب والسويس في كاس مصر في ملعب السويس الجديد 2-0. ومحمد صلاح ده كان الهدف الثاني ليه، الهدف الثاني في المباراه يعني. انا فاكر، وهو خلي بالك هدف من اهدافه دلوقتي، من اهدافه الكربون اللي بتحصل دلوقتي في ليفربول، السرعه والقوه والانطلاق. انا فاكر الكره اتقطعت فرايحين 3-2، فانا حاولت اعمل اوفرلاب من وراه، فانا لسه بجري، انا كنت كابتن فرقه، فانا لسه بجري من ورا محمد صلاح، الكوره كانت في الجون. يعني هو ما سريع استنانيش، جدا. هو ما استنانيش كمان، عارف القرار، هو خد الكوره الطبيعي انا واحد تاني هيستنى الفرود هيطلع له عشان يحط له يروح. بالظبط. هو صلاح استلم راح زق، خد المدافع في ظهره، دخل ما حطهاش باليمين بقى، حطها بالخارج. فجون من الاهداف خلي بالك، اللي هو اعتقد بيشيل له ذكرى كويسه جدا وجميله، لان هو من الاهداف المميزه اللي بعد كده بقت كربون ونسخه مكرره لاهداف محمد صلاح مع ليفربول. انا عايز بقى اسالك بقى دلوقتي في رؤيه ان محمد صلاح كان موجود وفي نفس الوقت كان موجود نجم برضه تاني في المقاولين اسمه محمد زيكا. يمكن زيكا اللي كان متصيط اكتر من محمد صلاح في الفتره دي، في مراحل الناشئين. في الفتره دي زيكا كان هو اللي بيتقال عليه هو النجم. ايه اللي حصل؟ يعني ازاي يبقى اللعيب هو اللي متصيط وهو اللي عليه هي دي؟ يعني دي يمكن زيكا لعيب كويس قوي قوي وكان على علاقه قويه وبنتكلم دايما وكنا بنحاول ننصحه. مش عايز اقول لك بقى اللي برضه عشان ما فيش حد اكتشف حد، وما فيش حد كان يتوقع ان محمد صلاح هيروح ليفربول يبقى من احسن لعيبه العالم. شوف خيالنا كلنا طبعا الكلام ده عشان برضه واحنا في نادي المقاولين الناس كانت شايفه محمد صلاح لعيب كويس من ضمن لعيبه كويسه كتير كانت في القطاع. انت فاهم؟ لكن محمد صلاح هو اللي عمل نفسه، محمد صلاح هو اللي طور نفسه، هو اللي اكتشف نفسه، هو اللي نجح دلوقتي، وهو اللي بينجح نفسه بعقليته والحفاظ على حياته بره الكوره وجوه الكوره، عنده حياه احترافيه مختلفه تماما. احنا عندنا مشكله في لعيب كوره لما بيمسك فلوس، والنقطه دي خلي بالك بقى، يعني كان دايما بيركب مواصلات، مش يعني انا بديك مثال، كان مش عيب، كلنا كده. العقليه بقى هتتغير لما تيجي تركب وتمسك فلوس، تركب عربيات والوضع يختلف معاك، الوضع المادي. النقله دي هتستقبلها انت ازاي؟ او تاثيرها عليك هيبقى ازاي؟ زيكا ما حافظش على النعم، لان هو كان موهوب جدا جدا، لعيب مميز جدا، لعيب عنده امكانيات رهيبه، لكن ما حافظش على نفسه. صلاح مثلا، زيكا اول ما جات له فرصه اللي هو يمشي من النادي مشي وراح يعني جوه مصر، لكن صلاح فضل مكمل. النادي اوجد لصلاح فرصه ان هو يحترف، فصلاح لما احترف طبيعي ممكن ما يكونش موفق في بعض من الاوقات، لكن صلاح ما زهقش ورجع. بالظبط، هي دي نقطه تانية كمان. ما انا بقول لك، ما هي العقليه. صلاح ما زهقش ورجع. صلاح في الاول ما كانش حد بيتابع صلاح، ولا حد كان يعرف صلاح بيعمل ايه في بازل او الكلام ده. صلاح فضل يحارب ويقاتل من اجل الحلم بتاعه، وقعد مركز جدا عشان. لا بس انا مش معاك في النقطه دي. كل الناس كانت واقفه مع صلاح من اول دقيقه هو خرج فيها بره مصر. يعني الصحافه في مصر والسوشيال ميديا والكلام لسه ده، خلي بالك بالقوه دي. ده يمكن احنا كنا كمان بنشتغل في الصحافه يقول لك تشيلسي فاز على مثلا ارسنال لا بمشاركه محمد صلاح، يبقى شارك دقيقتين مثلا. بص انت جبت منين؟ انا فاهم. بازل اول ما خرج في بازل، لا دي كانت قصه، لكن بعد ما راح تشيلسي خلاص انت طبيعي الدوري الانجليزي ونقله كبيره جدا، فكلنا خلاص بدانا ايه، نبص وندعم شخص واحد بس ولعيب صحيح. واحد. هو الحلقه دي تحس ان الصحافه والجمهور كان مستني نجم زي صلاح
وصلاح كان مستني الدعم ده، وهما الاتنين عملوا الأسطورة اللي بقت موجودة دلوقتي، هي أسطورة ليفربول وأسطورة محمد صلاح. أكيد، بس خلّي بالك بُص، وده اللي مزعّلني دلوقتي، باشوف إن الوضع دلوقتي اختلف. صلاح في الوقت ده محتاج دعمنا إحنا، لإن صلاح بيقدّم مستويات مختلفة تمامًا مع ليفربول، يعني صلاح هو السبب الأول والرئيسي في حصول ليفربول على الدوري الإنجليزي، اللي بيعمله صلاح والطفرة اللي بيعملها الكبيرة جدًا وأصبح رمز من رموز ليفربول، إحنا لازم نسانده دلوقتي، لازم ندعمه. صلاح يعني مين اللي يقول صلاح يكون خارج أفضل 10 لاعبين في أفريقيا لازم الموسم، ياخد البالون دور أصلًا، فاهم؟ لازم يعني يكون أفضل لعيب من في أفضل العالم. 3 لعيبة على مستوى العالم، لإن ده يستحق. لازم يبقى في مساندة، لازم يبقى في دعم، لإن إحنا مش كل يوم عندنا صلاح، مش كل يوم عندنا مرموش. ما تعرفش بعد كده هل هيبقى في عندنا صلاح ومرموش والنني وتريزيجيه في الفترات اللي جاية والّا لأ، والّا هنكتفي بالفترة بتاعة صلاح وهنقعد نعيش عليها فترات كبيرة جدًا لحد ما نلاقي صلاح جديد ومرموش جديد. فما تعرفش إيه اللي جاي، فلازم يبقى في دعم ومساندة، لإن ده من واجبهم علينا وحقنا وحقهم علينا إن إحنا نساندهم، ندعمهم، نفضل دايمًا في ضهرهم، لإن هم واجهتنا. فاللي إحنا بنشوفه بيقدّمه صلاح ومرموش دلوقتي لأ، حاجة نفتخر بيها. صح. صلاح عقليته مختلفة تمامًا، وأنا خلّي بالك يمكن أنا كنت على فترة من الفترات كنت متواصل معاه، وكنت دايمًا بنتواصل، يمكن في مواقف كتيرة حصلت بيني وبينه، لكن دلوقتي الوضع اختلف، وأنا مقدّر الكلام ده كلّه خلّي بالك، يعني أنا مش هاطلع أقول اتغيّر لأ، لأ طبعًا يعني خلاص طبيعي. الضغوط كتير، صحيح. الضغوط كتير جدًا، جدًا، جدًا على صلاح. فهو لأ، أنا لازم أدعمه، لازم أستحمله في الظروف دي، لازم أبقى في ضهره دايمًا وألاقي له أعذار، لإن هو دلوقتي طبعًا في منطقة وفي تركيز مختلف تمامًا، فلازم ألتمس له الأعذار في الفترة دي، ما أقدرش أطلع أقول كلمة إن هو اتغيّر، وده بيحصل من بعض الأشخاص يعني، اللي هو بيطلع يقول لك اتغيّر وما بقاش هو خلاص الوضع مختلف، التركيز دلوقتي اللي هو عايز ينجح وعايز يوصل لحاجة معيّنة هو الlevel في تاريخه، ده بقى في حتّة بعيدة إحنا عمرنا ما وصلنا له أصلًا، يعني باللي هو فيه، بالضبط. باللي هو عمله، هو قفلته على نفسه دي هي اللي وصّلته، هو قفل على نفسه بشكل مميز جدًا، ركّز في كورته، حياته كلّها بقت حياة احترافية، فركّز في الكورة، ادّى للكورة فادّته. صحيح. طب خلّينا بقى يعني نتكلّم شوية عنّك، الفترة بتاعة المقاولين أنت تألّقت فيها جدًا، وجِبت أهداف كتير، ليه ما فيش أهلي، ليه ما فيش زمالك؟ لأ، كان في أهلي وفي زمالك. بُص، يمكن أنا في 2009، 2010 كنت بانافس، يمكن أنا كنت هداف الدوري مع بابا أركو وفلافيو، كنا 12 هدف في ال3 في الموسم اللي هو حصل فيه المباراة الفاصلة، لكن إمم. في هدف اتحسب باسم زميلي هو هدف ليّا، والمقاولين قدّم مستندات وما حصلش يعني، بس بابا أركو وفلافيو كانت مناصفة ما بينهم 12 و12، وأنا كنت 12 هدف في موسم 2009، 2010. النادي الأهلي أنا رُحت يعني مضيت مع الباشمهندس عادل القيعي وكابتن تامر النحاس، كانت قبل مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك في دور ال16 في كاس مصر 3-1. أنت خلّصت خلاص. كنت ماضي قبليها ورُحت قعدت قعدت في التالتة شمال كمان خلّي بالك قبل المباراة دي. المباراة دي اللي كان نادي الزمالك تقدّم بهدف، وبعد كده شريف وعبد الفضيل تعادل، وبعد كده كابتن فضل وكابتن محمد أبو تريكة إمم. أحرز الهدف التالت. أنا كنت ماضي قبليها مع الباشمهندس عادل القيعي، ويمكن أعتقد من قريب كابتن عادل القيعي وكابتن سيد عبد الحفيظ في أحد البرامج أشاروا للنقطة دي بعد مرور يعني 14، 15 سنة، أشاروا للنقطة دي واتكلموا فيها إن كان في مفاوضات في وقت من الأوقات مع محمد صلاح وإيهاب المصري في الفترة دي، فيعني كان في مفاوضات كبيرة جدًا في أهلي وزمالك، لكن ما حصلش نصيب وتمسك المقاولين العرب بيّا. طيب دي بالنسبة لقصة الأهلي، الزمالك بقى إيه اللي حصل؟ في نفس التوقيت كان في كلام طبعًا مع نادي الزمالك، وكان أنا يعني باشرف في الوقت ده إن أنا كان نادي الزمالك والنادي الأهلي بيتفاوضوا معايا واتكلموا معايا بشكل مباشر، الكابتن محمود سعد كان بيتفاوض معايا وكان دايمًا على تواصل دايم معايا في الفترة دي. كان في محمود سمير وعلاء كمال، كنا إحنا طالعين إحنا ال3 من ناشئين نادي المقاولين، فمحمود سمير وعلاء راحوا الزمالك، راحوا الزمالك، وبعد كده أنا اللي فضلت في المقاولين العرب. بعد كده كان في كلام بقى، الكلام اللي كان يعني بيحصل بيني وبين نادي الزمالك إن محمود سمير وعلاء هيرجعوا نادي صفقة المقاولين تبادلية صفقة تبادلية وفلوس زيادة كمان على الاتنين يرجعوا تاني، نادي الزمالك هياخدني. طبعًا كان في أحداث كبيرة عارف، بالنسبة لي كان فترة صعبة جدًا، أهلي إمم. وزمالك، وأنا يمكن أنا في موقف حصل باقول لك، كابتن محمود سعد كان بيكلمني على التليفون وأنا عملت حادثة، يعني خبطت عربية من قدامي، لإن أنا كان فعلًا كنت مشتت ذهنيًا في الفترة دي. أهلي وزمالك كان في كلام كتير جدًا، جدًا، هاروح هنا، هاروح هنا، طب النادي هيوافق، طب النادي هيسيبني، وكابتن محمود فعلًا عرض عليَّ اللي هو
يبعت لي حد أو قُلت له: "لأ، الموضوع ما كانش يستدعي الكلام ده كلّه." والنادي في الآخر يعني بعد الأحداث دي كلّها ولا رغبتي حسمت موقف إن أنا أروح ولا أهلي هنا ولا زمالك. ولا أهلي ولا زمالك، لإن نادي المقاولين العرب رفض. إمم. يمكن كان في مقولة شهيرة وقُلتها في نفس اليوم مع كابتن مدحت شلبي بالليل، الباشمهندس إبراهيم محلب استدعاني في مكتبه في وسط البلد لأول مرّة، إمم. يعني لأول مرّة من ساعة ما رُحت نادي المقاولين، استدعاني في مكتبه في وسط البلد في مقر رئيسي للشركة، فقال لي آآ دلوقتي لو أنا فاكر الكلام وفاكر الحديث بالضبط، لو الأهلي جاله عرض في محمد أبو تريكة، كابتن محمد أبو تريكة النادي الأهلي هيسيبه؟ قُلت له: "لأ." إمم. قال لي: "خلاص أنت بالنسبة لي أبو تريكة بتاعي." يعني فاهم، أنت بالنسبة لي أبو تريكة المقاولين، أنت صحيح. بالنسبة لي نفس القيمة إمم. مع اختلاف طبعًا وقيمة كبيرة نجم وقامة الفرقة، كبيرة، بس نجم الفرقة. قال لي: "أنت نجم الفرقة، فأنا مش هاسيبك، فأنا مش هاقدر أستغنى عنك." قفل الموضوع وأنا ارتضيت تمامًا، وأنا ما كانش ينفع أعمل أي حاجة فاهم، عكس الأيام دي إن أنت ممكن تعمل بقى ما تغيب، تتمرد، لأ. ويبعت لجنة على السوشيال لا، ميديا لا، والكلام لا، اللي لا، بيحصل لا، ده. لأ، خلاص التزمت التزام كامل بنادي المقاولين العرب، التزمت بتواجدي في نادي المقاولين العرب وركزت مع الفرقة تاني، لحد ما جيت مرحلة المصري بقى، كان في الأمور تبدلت في الإدارة في نادي المقاولين العرب، فجات إدارة مختلفة، شافت إن إيهاب ما كانش يستحق التواجد الفترة دي، فخلاص قررت اللي أنا أرحل عن نادي المقاولين، مستر كامل الوالي قدّم لي عرض كان متميز جدًا كمان في الفترة دي لنادي المقاولين العرب، وكانت ليلة مباراة المصري المقاولين والسويس في كاس مصر، وإحنا قاعدين في السويس حتى أنا كنت قاعد في الفندق أنا وعلاء ومحمود خلّي بالك، محمود إمم. وعلاء كانوا رجعوا، فأنا قاعدين بنتفرّج على البرامج الرياضية في التوقيت ده، فأعلنوا خبر انتقالي رسميًا بمقابل 2.5. بُص بقى الخبر، إحنا قاعدين أنا فاكر محمود، إيهاب، علاء، قاعدين بنتفرّج على البرنامج، كان كابتن كريم حسن شحاتة ساعتها، فقاعدين بنتفرّج رسميًا دلوقتي كده والله العظيم، انتقال إيهاب المصري مهاجم المقاولون العرب إلى النادي المصري البورسعيدي مقابل 2.5 مليون جنيه ومقابل 2 لعيبة كمان، أنا يا ابني. فبصيت لهم كده وبصّوا لي، قُلت لهم: "أنا قاعد معاك أهو، أنا عندي ماتش." أنت مضيت؟ لأ. مضيت؟ لأ. فاهم؟ تمام. فيا ابني أنت بتقول إيه والله العظيم، فقُلت لهم الله، فبعد الحلقة بقى جات لي المكالمات وخلاص اللي الموضوع هو أنت خلّصت أصلًا يا الصفقة إيهاب. تمِّت والصفقة تمِّت وآخر مباراة ليك بُكرة، حتى أنا فاكر كلمة الراجل قالها وأنا ردّيت عليه بقى كان راجل فرنساوي ماسكنا، فبيقول للمترجم قُل له يعني أنت عايز تلعب في فرصتك النهارده، قُل له الفرصة خلاص أنا مشيت، أنا خلاص قُل له أنا روّحت. خلاص أنا مشيت، قُل له هو باين عليه ما اتفرّجش على البرنامج. قُل له خلاص والنادي ما بلّغوش، قُل له خلاص أنا مش فارق معايا إن أنا ألعب النهارده بس لعبت وعملت ماتش كبير وكسبنا. لكن يعني من الحاجات اللي حصلت في الفترة دي ومن الفترات اللي أنا باعتز بيها أكيد. الفقرة دي بقى فقرة الPlayStation. إحنا هنعمل لعيب PlayStation بكل مهاراته. يعني مثلًا هاسألك على السرعة، مين اللعيب اللي أنت تدّي له أكبر حاجة في السرعة، يعني شُفته رهيب في السرعة؟ محمد صلاح دلوقتي في الجيل اللي أنا شُفته محمد صلاح، في أجيال التسعينات والألفينات ممكن كابتن ياسر ريان، يعني خلّي بالك في أجيال ما شافتش كابتن ياسر ريان، لكن أنا باشوف طبعًا محمد صلاح هو الأسرع طبعًا، لكن أنا باكلمك على لعيبة إمم. مصرية ولعبت في الدوري المحلي، كان في كابتن ياسر ريان، لكن أنا باشوف لو هاحط لعيب وأكوّن لعيب دلوقتي لأ، سرعة محمد صلاح أكيد. طيب قوة الشوط بقى، لعيب رجليه مرزبة، رجليه تقيلة ما تقفش قدّامه. أنا عِشت وعاصرت كابتن حمزة الجمل، كابتن محمود أبو الدهب، كابتن سمير كمونة، كابتن حسني عبد الرب، فممكن أختار رجل كابتن حمزة الجمل، قوة تسديدات كابتن حمزة الجمل، طب تكنيك بقى في الشوطة، بيعرف يحطها R2 بالراحة كابتن حسني عبد خالص. الرب، أوكي. طب لعيب بقى بيعرف يلعب بدماغه كويس، هيدرز يعني، هيدر رهيب. مهاجم مصر الأول، كابتن حسام حسن، طب اللعيب المهاري بقى، لعيب مهاري أوي بقى يرقّص أي حد. يرقّص أي حد، في زيدان، في محمد زيدان طبعًا، في كابتن حازم إمام، في شيكابالا، في كابتن وليد صلاح الدين، يمكن كابتن وليد برضه من الناس الكبيرة جدًا وعندها مهارات عالية، فأنا ممكن أحُط محمد زيدان، طب قوة، لعيب قوي أوي power، لو خبطت فيه يوقّعك. عمرو زكي،
عمرو زكي من غير إمم، كلام. إمم. طب اللعيب بقى اللي هو يعني زي ما بنقول كده روح الفريق، هو اللي بيعرف يلم اللعيبة وهو اللي حسام غالي، ده أكتر لعيب أنت حسام بتشوفه غالي بيعرف يعمل كده. وحسام غالي وكابتن أحمد حسن، إمم. الاتنين بصراحة، هو كابتن يعني التاريخي طبعًا أحمد الصقر حسن. بُص يقدر يلم لك كل الدنيا، يمكن كان في معسكرات المنتخب عامل حالة مختلفة تمامًا، فأنا باشوف الاتنين من الكباتن الكبار والشخصيات اللي يُعتمد عليها بشكل كبير جدًا، فكابتن حسام غالي وكابتن أحمد حسن الاتنين حاجة مختلفة تمامًا يعني. طب أكتر لعيب بقى دمه خفيف، ما هو لازم برضه يبقى في روح كابتن حلوة كده بركات، في الفرقة. كابتن بركات كان دايمًا وفي الماتش مثلًا في كورنر في كورة ثابتة يروح راجع يقول لك: بس سيبوني أنا هامسك أخطر واحد في الفرقة، فاهم، هو عايز يهزر بس عشان ده لو يفُك أنا لو مسكتك أنت اللي هتجيب الجون ويقعد يهزر معاك كده لأ وهو كابتن بركات اللي هو يعني فاهم رفيّع جدًا هو ويحاول اللي يخرجك هيمسك أخطر برّه لاعب في تركيزك، فكابتن بركات وكان في كابتن أحمد السيد، كابتن آه. أحمد السيد المدافع بتاع النادي الأهلي برضه كان من اللعيبة اللي دايمًا دمها خفيف، حتى وأنت واقف معاه في الملعب كان دايمًا بيقعد يهزر ويتكلم، فمن اللعيبة اللي كان دمها خفيف جدًا. طب دلوقتي إحنا جمّعنا مجموعة مهارات، مين أكتر لاعب بقى شايف إن هو فيه معظم المهارات دي؟ آآ بُص يعني يعني أنا باشوف كابتن أبو تريكة كان كان بيلعب بدماغه كويس، كان الدقة في التصويب يعني كان ممكن ما يكونش عنده القوة الكافية، إمم. بس هو كان دقيق شوية في التصويب، كان عنده مهارة والدريبل ما كانش المهاري في الحرفنة، لكن هو كان لعيب مهاري كويس، لعيب صحيح. كورة عالي. كان بيجيب أهداف، كان عنده القوة في بداياته خلّي بالك كان قوي جدًا في الالتحامات، كان برضه يقدر يحجّز على كورته ويقدر يستلم تحت ضغط وكان بيعدّي من 2 و3 بالقوة، فهو كان في بعض من الحاجات دي بصراحة. يعني أنت لعيب البلاي ستيشن بالنسبة لك هو كابتن أبو تريكة. ممكن الفقرة بقى دي هي فقرة الunderrated اللعيبة اللي ما خدتش حقها في الدوري المصري. أنا إمم. عايزك بقى تعمل لي تشكيلة 11 لعيب من اللعيبة اللي ما خدتش حقها في الدوري المصري. آه، صعبة دي خلّي بالك، هنرجع كده نسترجع بقى الذكريات في كده، جيل العتاولة يمكن بقى. أنا قُلت لك 2 كباك يمين وباك شمال عمرو حسن وأسامة محمد. ومعاهم كمان محسن هنداوي. آه. محسن هنداوي ده من كان اللعيبة جبار. ممكن نحطه كهاف يمين عادي. أوكي. آآ طب هات لي الأول من أول حراسة المرمى كده. حراسة المرمى في الجيل ده خلّي بالك كان في كابتن عقباوي مثلًا، إمم. كان من الحراس اللي دايمًا كانت بتعمل مباريات كبيرة ويتألق، بس برضه ما تحسّش إن هو واخد حقه أو واخد وضعه، فباشوف ممكن كابتن العقباوي كان ممكن يبقى من الحراس دُولة. هتلعب ب4 والّا ب3 ورا؟ آآ يعني خلّينا 3 علشان الجيل ده كنت باشوف ليبرو كان في حمادة يوسف. آه. حمادة يوسف في الاتحاد وإنبي والمقاولين، كان من المدافعين كمركز الليبرو كان ليبرو كويس أوي خلّي بالك، إمم. كان لعيب كورة عالي جدًا، فأنا باشوف ممكن يكون حمادة يوسف مدافع قوي جدًا في الفترة دي. ماشي، كمان مساك معاه مساكين 2 أو أنت هتلعب بقى بعمرو حسن وأسامة محمد. أسامة محمد وعمرو حسن دُولة بالنسبة لي خلاص يبقى ال3 اللي ورا اتقفّلوا. ال3 نحط مساك كمان مثلًا حُط مساك كمان. آآ كان في مين لأ معتصم لعب منتخبات هو لعب منتخب بس ما خدش spot، يعني ما خدش حقّه أوي من الصيت الإعلامي. من الصيت الإعلامي يعني أحمد شعبان ما هو لاعب منتخب، بس ما آه. خدش حقّه. على فكرة عمر جمال بتاع الإسماعيلي. عمر جمال ما خدش حقه، سيد حمدي بالضبط. فاهم، محمود اللعيبة دي في لعبت كتير، منتخب في بس كتير. ما خدتش أنا حقّها برضه. عارف خلّي بالك أنا عمّال أفكّر في المدافعين، لإن المدافعين كان دايمًا إحنا تركيزنا في الجزء آه. اللي قدّام، لكن كان أيقونة الجيل ده دايمًا يقول لك مظلومين إعلاميًا كان عمرو حسن وأسام محمد، صحيح. وكان محسن هنداوي، كان في أشرف شيحة في إمم. المحلة كان باك شمال، فكان في العتراوي خلّي بالك، العتراوي العتراوي كان برضه مدافع قوي مع جدًا. حمادة صح. يوسف، بُص أنا ممكن مع كده هنجيب لك بقى كذا لعيب. أنت لخبطتنا كده، إحنا لأ عايزين نمسك بقى من أول حراسة ماشي، المرمى محمد العقباوي. محمد العقباوي كام في خط الضهر؟ نحط حمادة يوسف وبديله العتراوي، جميل. كان في محمود سمنة أوكي. مدافع بتروجيت، كان في آآ مين تاني مدافعين؟ كان في الوكيل سلامة، الاتحاد وكيل سلامة. السكندري، أوكي.
كان دايما هو المنقذ للاتحاد السكندري. كان دايما الاتحاد السكندري لو في موقف الصراع على الهبوط كان الوكيل سلامه يجيب هدف الانقاذ وهدف بقاء الاتحاد السكندري. كده احنا معانا 3 مساكين. 3 ليبرو و2 مساكين. اوكي. وباكين عمرو حسن واسامه محمد. احمد شعبان في وسط الملعب. اوكي. محسن هنداوي. اوكي. احط محسن هنداوي. يبقى كده 4. 3 بقى. يبقى كده فاضل 3. 3 بقى في خط الهجوم. بشوف محمود عبد الحكيم طبعا. اكيد. محمود عبد الحكيم واحد من اللعيبه الكبار جدا في الكره المصريه، ولعيب من اللعيبه المميزه جدا، كان يستحق مكان افضل من اللي هو فيها. فبشوف ان محمود عبد الحكيم يستحق التواجد طبعا. كان في بقى فراوده، خلي بالك الفراوده كتير قوي. يعني الفراوده الفتره دي كانت مليانه فراوده. الفراوده هتلاقي كتير جدا. يعني لو قلت لك احمد عبد الغني، لو قلت لك احمد سلامه، لو قلت لك احمد رؤوف، صلاح امين، احمد عبد الظاهر، فاهم، صلاح عاشور. بس يعني صلاح ما كانش فرود قوي، بس لو قلت لك فممكن اختار فرودين يعني مع محمود، ممكن اختار فرودين. بشوف ان احمد عبد الغني وبشوف ان احمد عبد الظاهر الاثنين يعني كان ما خدوش حقه. الفرقه بقى اللي انت كونتها دي تبقى مركزها ايه في الدوري الممتاز في الفتره اللي احنا فيها دي؟ بالاداء اللي هم كانوا بيأدوه، بالتوب فورم بتاع كل واحد فيهم. لا هتلاقي منافس قوي على الدوري طبعا، ممكن ياخد دوري عادي ينافسوا ما انت معاهم، بشده على الدوري. ما انت هتجيب معاهم دكه بدلاء قويه كمان. يعني دكه بدلاء هتقدر تجيب لعيبه برضو من الجيل ده كانت تقدر تنافس وتقدر تعمل. انا بعدت عن الاهلي والزمالك خلي بالك. يعني احنا كنا كل الشغل ده احنا بنتكلم بين عن الاهلي والزمالك في انديه وسط وانديه شركات. يعني كان عادي جدا تقدر تعمل لعيبه تعمل صف تاني لمنتخب مصر في الوقت ده، كان هيبقى قوي جدا جدا اللي هو بيطلق عليه دلوقتي منتخب المحليين. فاعتقد لو كان في منتخب محليين في الوقت ده كانت هتبقى فرصه مختلفه تماما ومغيره تماما للجيل ده. انت نورتني والله يا كابتن. الله يخليك والله حقيقي اتشرفت جدا جدا، وكانت حلقه ممتعه جدا. الله يخليك، انا بتشرف بيك يا حسام ودايما متالق واتمنى لك التوفيق. كنت سعيد جدا جدا معاك، حديث ممتع وشيق، استعدنا ذكريات ممتعه. اتمنى لك التوفيق في اللي جاي باذن الله. شكرا ليك جدا يا كابتن، واستنونا الحلقه الجايه مع نجم جديد من جيل العتاوله.